هي داتا سنترز الموجوده في ارض الواقع عادي، بس بدل ما الداتا سنترز بتاعتها يعني الاجهزه اللي عليها الويب ابلكيشن وكل الحاجه اللي بتساهم عشان الويب ابلكيشن ده يشتغل، بدل ما تكون موجوده جوه الاورجنايزيشن نفسها، لا هي موجوده على الكلاود. دايما بجيب مثال الرياضه، وانت بتلعبي كوره بتشوفي ساعات لعيب بيعرف يعمل حركات برجليه حلوه قوي، انا بشوفه انه مش هينفع يجي معايا الفريق. بتساعدك ان انت توصل للي انت عاوزه وان انت تتطور بسرعه في الشغل اللي انت فيه، هو ان انت تبقى موجود جوه بيئه عمل صحيه، ناس بتساعدك وبتديلك سبورت كامل. ان انا لو خدته في الفريق مش هيعرف يكمل 45 دقيقه ولا يكمل الساعه ونص. اصلا انا عايز حد يلعب معايا ماتش، مش يعمل لي مهاره او اتنين شبه بيخدعني بيهم وبيخدع نفسه ان هو شاطر. الشاطر ده لازم يكمل، شاطر لازم تكمل بنفس الاتيتيود بتاعك لمده زمنيه معينه. حد شاطر، ازيك يا ماهي، اخبارك ايه؟ اهلا يا هندسه، عامل ايه؟ انا مبسوط ان انت معايا النهارده في برنامج حد شاطر. احنا بنستهدف ان احنا نستضيف الشطار في مجالات تكنولوجيا المعلومات في جميع المستويات، سواء كان طالب لسه بيتعلم بس عليه بوادر الشطاره، او حد خلص واشتغل فعلا في الكارير وبقى شاطر في بدايه الطريق، او حد عدى شوط طويل جدا في المجال بتاعه وبقى شاطر ومتميز فيه. فانا عايز اتعرف على ماهي النهارده واعرف انت شاطره في ايه بالظبط. اوكي، في البدايه انا شاطره في ايه؟ انا حاليا شغاله اوريكل كلاود بلاتفورم انفراستراكشر بلاتفورم انجينير، وشغلي بيعتمد بشكل اساسي على ان انا بعمل implementation يعني creation configuration installation لاغلب البلاتفورمز الموجوده على الاوريكل كلاود. متخصصه بالذات في الحته او في جزء خاص بالبلاتفورم الخاصه بالمراقبه واداره اللوج داتا او التليمتري داتا الموجوده على الاوريكل كلاود. ممكن الاول تفهميني كده شكل الاوراكل كلاود اللي انت بتراقبيه او بتطلعي منه احصائيات او ميتا داتا، شكل الكلاود ده عامل ازاي؟ اوكي، هو الكلاود كفكره في الاول اصلا ايه هو الكلاود؟ فهو الكلاود هي داتا سنترز الموجوده في ارض الواقع عادي، بس بدل ما الداتا سنترز دي موجوده جوه الشركه اللي عندها مثلا السيرفيس المعينه او بتقدم مثلا ويب ابلكيشن معين، بدل ما الداتا سنترز بتاعتها يعني الاجهزه اللي عليها الويب ابلكيشن وكل الحاجه اللي بتساهم عشان الويب ابلكيشن ده يشتغل، بدل ما تكون موجوده جوه الاورجنايزيشن نفسها، لا هي موجوده على الكلاود. يعني هم مأجرين السيرفرات، مأجرين الحاجات اللي بتشغل الويب ابلكيشن من مكان نقدر تاني، نقول من مكان الشبكه تاني. كامله، الداتا سنتر كامله، الشبكه، مظبوط. الراوترات وسويتشات وسيرفرات، كل ده اتنقل من كونه موجود فيزيكالي في مكان ما، اتنقل لفين؟ في مكان تاني اللي هو بنسميه كلاود. مظبوط. وانت شغاله في اوراكل تحديدا مش في شركه تانية. مظبوط. تمام جدا. اوكي، ايه بقى الميتا داتا اللي انت بتستهدفي تراقبيها؟ ايه موضوع الميتا داتا ديت او التليمتري داتا اللي انت اتكلمتي عنها؟ اوكي، هي التليمتري داتا هي الداتا اللي احنا بنقولها على اي داتا السيرفيس المختلفه الموجوده على الكلاود او حتى على الاون بريمس داتا سنتر، يعني الداتا سنترز الموجوده في جوه الاورجنايزيشن نفسها، مش موجوده مع كلاود بروفايدر معين. هي اللوجز، الميتريكس، الايفنتس، الداتا اللي بتعرفنا السيرفر بتاعنا ده مثلا شغال كويس ولا لا، البرفورمانس بتاعه عامل ايه. مش بس السيرفر نفسه او جهاز الكمبيوتر اللي شغال عليه الويب ابلكيشن بتاع نفسه، لا حتى الويب ابلكيشن نفسه، اي سيرفيس ساهمت علشان في الاخر انت يطلع لك ويب ابلكيشن شغال والافيلابيلتي بتاعته او متاح بالنسبه لك طول الوقت، السبب فيه ايه او اللي بيخلي ده يشتغل او اللي بيوريني ده شغال صح ازاي او كل حاجه ماشيه مظبوط ازاي، المونيتورنج تول اللي بتتكلمي عنها هي المونيتورنج تول او ادوات المراقبه دي. اوكي تمام جدا. طيب تمام جدا. طب ده موضوع مراقبه فقط؟ يعني التاسك بتاعتك او السكوب بتاعك في الشغل هو انك بتراقبي فقط، ولا في اوقات معينه بنطلب منك تشوفي انسايتس معينه وبناء عليها تاخدي اكشن معين؟ هو دوري في الشركه او دوري في الشغل مش ان انا سالت كده عشان انت قلت كلمه بيرفورمانس. مظبوط. طيب البرفورمانس لو حلو انت ايه دورك؟ لو في مشكله انت ايه دورك؟ وهل هو بيرفورمانس فقط ولا ممكن يكون له علاقه بالسكيورتي؟ هل لو في محاوله اختراق او في محاوله لود عالي على سيرفر معين، هل ده بيظهر لنا في اللوجز وانت بتعملي ايه؟ اوكي، هو دوري مش المونيتورنج بشكل اساسي. هو المفروض انه احنا بيكون عندنا اي تي تيم جوه الشركه، الاي تي تيم ده بيكون كل واحد ليه وظيفه معينه، ففي الاي تي تيم ناس هدفها ان هي او شغلانتها ان هي تمونيتور الداتا وتاخد الداتا اللي جايه او اللوجز اللي جايه من اي سيرفيس على الكلاود، تعمل لها انالايزنج علشان تفهم
الداتا دي السيرفيس الفلانيه دي شغاله ازاي. مهم. طيب انا بعمل ايه؟ انا بجهز او بظبط البيئه او الانفايرمنت اللي تخلي الشخص المسؤول عن ان هو يانلايز الداتا يعمل ده بكل سهوله من خلال التولز اللي بتوفرها اوراكل تحت البلاتفورم الخاصه بالاداره والملاحظه، او اللي هي بنسميها الاوبزرفابيلتي اند مانجمنت. تمام. فانا بعمل انستوليشن وبظبط الانتجريشن بين اللوج داتا اللي جايه من اي سيرفيس على الكلاود، وحتى من اي سيرفيس بره الكلاود لو انا الكلاينتس بتوعي شغالين مثلا على سيرفيس او مش موجود على الكلاود. هايبرد، يعني هو لو عنده داتا سنتر جزئيه موجوده على السيرفرات عنده في الداتا سنتر بتاعته وجزء كلاود، التولز بتاعتك بتراقب الاثنين دول مع بعض. ممتاز. حتى لو السيرفيس اللي الكلاينت بيستخدمها مثلا، يعني ممكن يكون عندي كلاينت شاري الاوبزرفابيلتي او التول الخاصه بالمراقبه او تحليل الداتا دي من اوراكل، ولكن هو حاطط الانستنس بتاعته مثلا او السيرفر بتاعه او جهاز الكمبيوتر امازون بتاعه مثلا. على كلاود بروفايدر تاني. اوكي. فحتى ده احنا نقدر ناخد الداتا من المكان ده ونحطها على التول الموجوده على الاوراكل. ممتاز اوراكل جدا. بتسهل ده بشكل كبير جدا. بعد كده ايه الهدف برضو من ده كله؟ ان احنا في الاخر ناخد الداتا دي كلها، يعني بدل ما الاي تي تيم المسؤول عن ان هو يانلايز الداتا او يراقب حتى السيرفيسز شغاله او مش شغاله، يروح على كل سيرفيس موجوده على الاوراكل كلاود، يدخل على كل سيرفيس ويشوف اللوج داتا بتاعتها شغاله ازاي ويسرش جواها هي بس. لا، انا بقول له انت عندك تول واحده بس، التول دي فيها كل اللوج داتا الخاصه بكل السيرفيسز الموجوده عندك على الكلاود في مكان واحد، وانت هتدخل تجين الانسايتس بتاعتك في مكان واحد بس. فانت تمام. مش مضطر توزع الانتباه بتاعك على كذا حته، لا انت في مكان واحد قادر تشوف كل حاجه وتراقبها وكمان تانلايز عليها. يعني حتى كمان دلوقتي التول دي بتستخدم AI علشان تساعد الاي تي تيمز ان هم تطلع داتا احسن، داتا تتقري ومفهومه وتتفهم. وتساعده ان هو يقترح اسئله ويشوف الاجابات طيب بتاعتها. انا سؤالي هنا، يعني هو السؤال ممكن يكون مباشر قوي. ايه الشطاره في كده؟ يعني انت بتعملي كونفيجريشن وانستليشن عشان تجمعي مجموعه من الريسورس تحت مظله واحده، داشبورد مثلا. مظبوط. بتتبعي اكيد دوكيمنت في خطوات معينه بتتبعيها، صح؟ فين الشطاره في كده؟ ايه اللي يخلي ماهي متميزه عن حد تاني في الحته ديت؟ اوكي، هي دايما الشطاره يعني بتيجي من الاستمراريه في الحاجه وان انا بعمل الحاجه دي اكتر من مره. انا لو بعمل الحاجه دي مره واحده ومش بكررها كتير انا مش هبقى شاطره فيها. انا لو عملت التاسك الفلانيه مره واحده وخلاص، خلاص ما انا هنساها مثلا، او حتى لو رجعت لها بعد كده مش هعملها بنفس الاريحيه وانا بعملها كتاسك متكرره بالنسبه لي او حاجه بعملها على طول. فالفكره في الشطاره هنا ان انا بذاكر الحاجه اللي انا هشتغل عليها دي كويس قوي عشان ابقى فاهمه كل الكونسبتس اللي فيها. ولو انا بعمل اي حاجه، اي نوع من الانستليشن مثلا او نوع من الامبلمنتيشن او ظهر لي اي ايرور وانا بشتغل، ما هو انا لما بعمل انتجريشن للديتا من سيرفيس معينه اللوج اناليتيك، الدنيا بتبقاش ماشيه كده بكل سلاسه. صحيح. في حاجات بتقابلني مثلا، في حاجات ممكن تاخد معايا وقت عم اخلصها او انجزها. هي الفكره هنا انا فاهم اللي انا بعمله ولا لا، انا مذاكر كويس قبل ما ابدا اخد تاسكس واشتغل عليها ولا لا. تمام. فطبعا احنا في البدايه بنبقى مذاكرين الحاجه اللي احنا هنشتغل عليها دي كويس قوي، وبعد كده بيكون في تاسكس انا بشتغل وبجرب مره واثنين وثلاثه. الحاجه اللي بتتكلمي عنها دي ادوات ولا سيرفيسز تعملي لها مونيتورنج؟ يعني انت كده عندك حاجتين، عندك ادوات بتمونيتور وعندك سيرفيسز بتعملي لها مونيتورنج. هل الادوات دي كتيره قوي وبالتالي اللي يعرف اداه او اتنين كل ما يستزيد في الادوات يبقى شاطر، ولا السيرفيسز نفسها كتير فكل ما تعرف تتعامل مع عدد من السيرفيسز اكتر يبقى انت برضو شاطر؟ هو كده كده في اي حاجه اي حاجه احنا بنشتغل فيها لازم نكون فاهمين البيزكس بتاعتها. فالسيرفيسز دي، السيرفيس موجوده على الاوراكل كلاود تعتبر من البيزكس اللي انا لازم اكون فاهمها وعارفها عشان اصلا اشتغل في الجزء الخاص بالتولز ده. انا مش هينفع استخدم تول اخد من يعني تول تراقب سيرفيس موجوده على الكلاود وانا مش مذاكر اصلا السيرفيس اللي على الكلاود دي. تمام. فطبعا لازم يكون عندي نوليدج بالفاندمنتالز بتاعت الاوراكل كلاود كلها، اللي هي فيها السيرفيسز المختلفه، ازاي بنعمل لها انستوليشن، ازاي الكمبيوت انستنس الموجود عليها، النتورك ازاي بتعمل لها كونفيجريشن. كل الحاجات دي لازم يكون عندي باك جراوند عنها وكون كنت مذاكراها كويس وشاطره فيها كويس. تمام. بعد كده بقى بنبدا ندخل في الجزء اللي هو بنسميه شويه ادفانسد، اللي هو ان انا استخدم تول موجوده على الاوراكل كلاود عشان امونيتور او انجست الداتا من السيرفيسز المختلفه دي
للتول اللي انا بستخدمها دي. تمام. التولز قد ايه كتيره، يعني تحت الاوبزرفابيلتي اند مانجمنت بلاتفورم مثلا، دي واحده، دي بلاتفورم واحده بس موجوده على الاوراكل كلاود، تحتها حوالي 5 تولز. اوكي، كل تول ليها طريقه في الاستخدام. طبعا وفي تولز الموضوع كبير وفي تفاصيل هنا، بس انا يهمني اقول ان الشطاره من وجهه نظري، طالما انت ذكرتي تولز وذكرتي سيرفيسز، ان قدرتك على معرفه استخدام التولز المتاحه عندك كلها، وكل تول من دول مناسبه لايه بالظبط، ومعرفه عدد كبير او يمكن العدد او كل حاجه او عدد الاكبر من السيرفيسز المتاحه في اوراكل، وقدرتك على استخدام الاداه المناسبه للسيرفيس المناسبه في وقت قياسي، في وقت مناسب. مظبوط كده؟ مظبوط. وكمان انك تكون قادر ان انت عندك اصلا السكيل بتاعه السيرش، يعني مفيش حد بيبقى عارف كل حاجه. فانت لو عندك القدره ان انت تسيرش عشان تلاقي حل، ومش تسيرش يوزنج شات جي بي تي. هو انا مثلا ممكن استخدم الاي اي في حاجات كتير، دي حاجه مهمه وسكيل مهمه تكون موجوده عندك، بس اوراكل بالذات التعامل معاها يعني خاص شويه. هي الدوكيومنتيشن بتاعتها مش موجوده بشكل سلس كده، يعني اللي هو زي هتفتح هتلاقي اللي انت عاوزه قدامك على طول. مش ويزارد مثلا نيكست اه نيكست، لا، لا، الموضوع فيه تفاصيل شويه. فيها صح. تفاصيل ولازم تكون انت داخل. انا مش داخله اسال شات جي بي تي هعمل ايه، هو مش بيديك الحل على طول وبيتوهك، لا انت لازم تديبند اون الدوكيومنتيشن بتاعت اوراكل الاول، وبعد كده لو محتاج مساعده في حاجه معينه ممكن شات جي بي تي يساعدك. بس الاعتماد الاساسي على مهارتك في السيرش، ان انت بتعرف تسرش جوه الدوكيومنتيشن بتاعت اوراكل. مظبوط. وعليه اي حاجه، هي اي مهاره يعني اي حاجه بتتعلمها في الدنيا، لو ما عندكش مهاره السيرش فصعب ان انت تتطور في الحته اللي انت فيها. صحيح. حتى بذكرك تشات جي بي تي، تشات جي بي تي هو اداه زي ما اتفقنا، او احنا متفقين دايما ان الشات جي بي تي او الاي اي تولز هي المفروض ان هي موظف عندي. لو انا مش عارف استخدمها صح، فانا مش هعرف اخد منها اللي انا عايزه، وممكن يكون ليها ليميت. يعني انت بتتكلمي ان اوراكل ليها خصوصيه معينه، ده حقيقي، وفي بعض الشركات مهما بحثت على شات جي بي تي او الادوات الاي اي مش هتديك اللي انت عايزه. مظبوط. لكن لو انت شاطر قوي في حته السيرش، فانت هتجيب اخرها، هتعرف تاخد اعلى فايده ممكنه من تول زي الشات جي بي تي مثلا. مظبوط. طيب، ممكن تديني يوز كيس في شغلك كده، او تاسك مثلا اخدتيها وفرحتي ووثقتي ان انت شاطره فعلا قوي بعد ما حلتيها؟ اوكي، هي في البداية في تاسكس كتيرة اصلا، يعني لما بدأنا شغل باللوج اناليتيك تول، هي كانت حاجة جديدة. يعني احنا كنا بنستدي اصلا في البداية على اللوج اناليتيك، يعني على اللوج اناليتيك تول هي تحت البلاتفورم اللي اتكلمت عنها. فكان الجزء الاساسي هو ان انا اذاكر الاول وبعد كده ابدا تاسك. البروسيس كانت بتمشي ازاي؟ ان انا مثلا كان عندي تاسك معينه، فانا ببدا اخد التاسك دي وابدا اسرش على في الدوكيومنتيشن بتاعه اوراكل عشان اعرف اعمل الحاجات دي. طب هي الموضوع كان بيمشي بسهوله؟ لا طبعا، يعني يمكن في حاجات مثلا ما بكونش فاهماها قوي، حاجات لسه مش عارفاها، لسه جديده عليا، فكانت بتاخد مننا وقت في الاول. لكن يعني تقريبا اول تاسك او تو تاسكس كانوا صعبين، بس بعد لما بدانا نشتغل خلاص بقى الموضوع كله ايدك شكل مشيت، بعضه. ايدك مشيت في الموضوع، خلاص فهمتي الفكره. تمام جدا. بس طيب، هل معلش، هل كنت بتلاقي دعم من السينيور اللي معاكم او من المانجر بتاعكم، ولا الموضوع كان متروك ليكم انتم بتبحثوا معاكم الانترنت ودوروا زي ما تدوروا؟ هو اكيد كان في سبورتنج ودعم. يعني واحده اصلا من الحاجات اللي بتخليك شاطر اكتر وبتساعدك ان انت توصل للي انت عاوزه وان انت تتطور بسرعه في الشغل اللي انت فيه، هو ان انت تبقى موجود جوه بيئه عمل صحيه، ناس بتساعدك وبتديلك سبورت كامل، مش بتضغطك. اللي هو انت واخد تاسك دي النهارده، فانت عندك تايم ديدلاين مثلا الساعه كذا تكون خلصتها، ما خلصتهاش يبقى انت كده عليك خط احمر. لا، انت لسه بادئ، فانت الفرصه في معاك، اريحيه في خد اريحيه الفرصه. في التعامل. فبحس انه بيئه العمل الصحيه بتفرق معاك ومع تطورك كتير، وانه يكون الليدر اللي ماسكك او اللي شغال معاك او اللي انت شغال تحته في الفتره بتاعه التدريب بالذات حد متعاون وبيديلك الريسورسز بسهوله وبيعرفك تروح فين وتعمل ايه. يعني دي حاجه من الحاجات اللي انا بحسها نعمه او فضل من ربنا ان انت تكون في مكان كده. تمام. فده اوريدي في الشغل بتاعي. يعني انت الدعم الاكتر بتلاقيه من زمايلك اللي معاكي في نفس التيم، ولا من المانجمنت اللي عندك؟ بصراحه من الاثنين، والاثنين مهمين. يعني ان يكون في دعم من المانجر بتاعي، وان يكون في دعم مع زمايلي وفي فليكسبيليتي في التعامل معاهم، ده بيخليك مستريح اكتر ومخليك قادر تنتج اكتر. على عكس ما تكون انت مش لاقي حد يساعدك
وخايف تتواصل مع المانجر بتاعك يقول لك اصل انا مش فاضي، اصل انا مش عارف ايه، فتبقى حاسس ان انت مضغوط وانت شغال لوحدك بس مش صح. عارف تخرج. ممكن توزعي التاسك مع زميل ليكي في التيم مثلا، ده اساسي. ممكن ترجعي له في تاسك يمكن عملها قبل كده. مظبوط مظبوط. جدا. يعني احنا اغلب التاسكس اللي بنشتغل عليها بيكون معايا بارتنر، فاحنا بنقسم الشغل بينا، وممكن حد يريح والتاني يكمل شويه مش عارف ايه. دي واحده من الحاجات المهمه، يعني هنا انك ما هنا تكونش شغال لوحدك طول الوقت. صح. هنا يجي نقطة بقى، انت تحبي تكوني شغالة مع حد شاطر في ليفل الزمالة يعني معاكي في التيم، ولا حد شاطر في ليفل المانجمنت؟ انت تحبي ايه؟ الاتنين. امم. طماع شويه. امم. الاتنين مهمين بالنسبه لي. انا لما يكون عندي تيم ليدر شاطر فهو اكيد هياخدني لفوق، على عكس ما صحيح. يكون معايا تيم ليدر مش اشطر حاجه. مش قوي. بيكون شاطر اه. ويكون في نفس الوقت سبورتيف، يعني بيدعمني وشاطر ومش دي، بيبخل عليا بالمعلومه شاطر برضه. دي بنتكلم تكنيكال وسوفت سكيلز مظبوط. يعني، الاثنين مع بعض، مش بس شاطر انه شاطر تكنيكال، لا لازم يكون عنده بعض السوفت سكيلز اللي تخدم الايه، اللي تخدم ماهي وهي في ليفل انها هي اللي بتأدي التاسك دلوقتي. مظبوط. صحيح. هي لو هتكلم على سوفت سكيلز بتاع التيم ليدر اللي هي في الشركه، فكل ما كانت السوفت سكيلز عنده اعلى، وبيكون في سوفت سكيلز معينه اصلا خاصه بالتيم ليدر، زي ان هو يكون شخص عنده صبر. اوكي. يعني انا مثلا كمتدرب في البدايه انا ما بكونش واعي بكل حاجه، فانا محتاج حد يحسسني ان الدنيا سهله، انا معاك. فدي حته لازم تبقى موجوده في التيم ليدر بتاعي، ولما تكون موجوده انت بتضيف بتتكلمي لي. كمدرب او انت بتبداي رحلتك قصدك في الشغل، بيدوكي فتره بيعتبر اسمها تدريب او تجربه، ما هي مش تدريب لان انت المفروض فاهمه مجالك اصلا وجايه تشتغلي فيه، فبيدوك الفتره ديت هي فتره الاختبار او التقييم بتاعك. فلو ما كانش المانجمنت بالمستوى التفهم والصبر، فهو غالبا هيخرجك مش ناجحه من الفتره التجريبيه، يعني مش محقق اللي انت عايزاه. وده اللي انا فاهمه من كلامك انه ما بيحصلش عندك، لا بالعكس في تفاهم كبير جدا كان في البدايه، وما زالت الدعم والتفاهم ده موجود حتى الان. مظبوط. تمام. طيب بالنسبه لليفل الزماله، هيفرق معاكي في ايه ان يكون معاكي ان انت بتزاملي حد شاطر؟ ما كفايه انت شاطر، حتى المانجمنت يقولوا ايه ده احنا عندنا اشطر حد في التيم فلان الفلاني. اوكي. ايه المكسب ان يكون ليكي زميل شاطر؟ هو اي مكان انت فيه طول ما انت متحوط بناس شاطره فانت هتفضل شاطر محافظ على الليفل بتاعك. يعني عاده انا لما بشوف حد شاطر قدامي ببقى عاوزه اكون معاه في المستوى، انا عاوزه ابقى شاطر زي ما هو شاطر، هو لو اشطر مني انا عاوزه ابقى شاطر زيه، فانا هرفع من نفسي علشان اكون انا معاه في نفس المستوى. فهي فكره الشطاره هنا انه يعني مش لازم نكون احنا الاتنين شاطرين في نفس الحاجه، بس كل حد شاطر في حاجه معينه، فاحنا تمام. الاتنين بنكمل بعض جوه التيم. تمام. فدي اعتقد ان دي حاجه مهمه، ان طيب انا تمام. اكون زميلي في التيم بتاعي حد شاطر. طيب الكارير بتاعك مستقبله ايه في الشطاره؟ يعني انت لو خبره سنه او اتنين، بعد كام سنه المفروض تكوني وصلتي لمستوى معين وتتعلمي حاجه جديده، او يطلق عليكي لفظ سينيور او خبير في المجال بتاعك؟ ايه المستقبل بتاع الكارير بتاعك؟ اوكي. هو لو انا بفكر ازاي هطور نفسي، فانا حاليا مثلا بورك هاردر بشكل اكبر على الحته اللي انا شغاله فيها، بستدي عليها اكتر عشان اكون متمكنه منها بشكل كبير. لكن هي مش هتبقى واقفه عند الجزء ده بس. يعني الاوراكل مثلا كلاود في اكتر من بلاتفورم، وكل بلاتفورم ليها تول مختلفه عن التانية. فلو انا النهارده خلصت الجزء مثلا الخاص بالاوبزرفابيلتي اند مانج بلاتفورم، ففي بلاتفورمز تانية انا شغاله فيها. فالكلاود اصلا يعني هو علم واسع ملوش نهايه، وحتى لو انا عندي knowledge يعني one cloud provider، في cloud providers تانيين. بس الشطاره في الاوراكل كلاود بروفايدر النهارده، او ان انا اكون عارفه ده، فده معناه انه من السهل انا اتنقل بين الثلاثه التانيين او الاربعه التانيين الموجودين، لاني اوريدي تمام. انا واخده الاساس في مكان. صح. يبقى انت كده خطتك انك تدوسي وتكملي في الاوراكل كلاود لحد ما تجيبي، مش هتجيبي اخر، هو ما هو يعني نقدر نقول كل يوم كل 10 ايام بالظبط بينزل منه فيتشرز جديده او تول جديده. مظبوط. فانت هتكملي في دراسه التولز الاخرى على مستوى الكلاود اوراكل تحديدا دلوقتي، ولاحقا بقى في المستقبل لما تخلصيهم ده لو خلصوا طبعا ممكن تتجهي لايه، لبروفايدر اخر. ده مظبوط. التوجه بتاع مين عشان تفضل دايما ايه، دايما حد شاطر.
مظبوط. يعني حتى في الجزء الخاص بالمراقبة، في يعني في تولز تانية اصلا بره التولز الموجودة على الاوراكل كلاود المونيتورنج، احنا برضو اشتغلنا عليها. يعني ان انا استخدم اكسترنال تول زي الاس اي ام تول علشان اراقب الداتا او التليمتري داتا الموجودة على الكلاود او اللي موجودة على اي كلاود تاني. فهي ملهاش نهاية، بس الفكرة انا بذاكر حاجة وببدأ فيها وهي يعني هي بتمشي معاك بقى كده. تمام جدا. طيب احنا خلصنا التخصص بتاعك، عاوزين بقى نرجع من البدايه. رحلتك في الشطاره، يعني مش عايز اخدها من بدري قوي، من الحضانه مثلا، بس خلينا نرجع من ايام المدرسه او فتره الدراسه يعني بتاعتك. امتى اتقال لك انت حد شاطر؟ هل انت حد شاطر من اول يوم، من اولى ابتدائي؟ هل انت فعلا كنت الحد ده؟ في ناس كده، وفي ناس بتجيلها في مرحله من المراحل بيبدا شطارتها تلمع، ويبدا التميز بتاعها يبقى ملحوظ للناس اللي حواليها. هل ده كان موجود فعلا مع ماهي؟ اوكي، هو مش فاكره قوي وانا صغيره، يعني في الابتدائي مثلا امم مش فاكره انا كنت شاطره قوي ولا لا. بس لو هقول انا بدات احس ان انا حد شاطر امتى، فمن اول الاعدادي مثلا. هو انا دايما في اي مكان ببان، يعني حتى لو ما كنتش باخد المركز الاول بس انا بص، انا ليا وجود. عجبتني في اي مكان ببان، تنفع اغنيه. ايوه. ماشي. يعني انا دايما انا في الاعدادي دايما ما كنتش باخد المركز الاول في يعني كان حلم عمري ان انا ابقى المركز الاول، بس ولا مره. في المدرسه، في في الدراسه. المدرسه في نهايه السنه ولما الدرجات تطلع ففي ترتيب صح. الاوائل. انا عايزه ابقى المركز الاول، مفيش، كنت دايما ببقى المركز الثاني، وفرق بيني وبين الاول نص درجه مثلا ولا حاجه. فعمري ما بقيت المركز الاول، ده كان عامل لي عقده يعني. تمام. لكن كنت شاطره، بس انت كنت كده مميزه الاول يعني. والتاني ده كويس، يعني انت هو بتتكلمي. كويس، بس انت دايما ليه ابقى التاني وانا كان ممكن ابقى الاول؟ بس احسن من الاخير، احسن من التاسع مش مثلا يعني. بفكر فيها كده. لو كنت الاخير ما تمام. كانش هيبقى عندي التطلع ده. يعني صحيح. بحس كده. تمام. بس يعني حضوري جوه المدرسه كان مختلف. يعني هو انا دايما بحس انه السبب ان شكلي مش بيبين انا جوايا ايه. يعني ممكن حد يشوفني لاول مره فيبقاش حاسس انه هي دي البنت الشاطره اللي بتذاكر مش عارف ايه. فدايما ده اللي بيعمل شوك عند المدرسين، حتى في زمان، وحتى بحس ده دلوقتي برضو، ولحد الجامعه كنت كده برضو. مش بيبان قوي ان انا حد مجتهد وبيقعد يذاكر بقى ودحيح وكده. ف فحتى في الاعدادي كنت ما كنتش باخد المركز الاول، بس كنت لما ادخل الانتخابات بتاعه اتحاد رائد الفصل، الطلبه ورائد فكنت الفصل. ببقى انا رائد الفصل. اه وكنت ببقى انا الطالب المثالي. يعني انا فاكره في الاعدادي انا كنت الطالب المثالي في المدرسه بتاعتي ال3 سنين. طب كويس. وكنت ماسكه الاتحاد بتاع الطلبه، ما طب كنتش بعمل حاجه هو سؤال والله. بس فضول شويه. ما كنتش بعمل حاجه. الاول ما خدهاش ليه؟ يعني هو كان اول ما على المدرسه دوت، ما خدهاش ليه؟ مش عارفه. يعني انت التاني وخدتيها، الاول ده ماله؟ ما أنا قلت لك يا هندسه بقى. يعني انا بحس ان انا ليا حضور، يعني مش عارفه هو السبب فيه ايه، او انا وقتها ما كنتش اعرف ايه السبب كاريزما، فيه. كاريزما شويه. خاص. باي ذا واي برضو، يعني حتى في ثانويه عامه انا طلعت الاولى في اولى ثانوي بس. في اولى ثانوي اوكي. المره الوحيده اللي طلعت فيها حققت الاولى. طموحك. برافو، حققتها. كفايه قوي. وكان عندي مدرس في المدرسه كان بيتكلم عن يعني كان عندنا توبيك في الانجليش، وانا فاكره اليوم ده بالظبط. كان بيتكلم عن الكاريزما، وكان بيتكلم عن انور السادات، وانه ازاي ده شخص او ده واحد من الناس اللي عندها كاريزما، يعني حضوره بيكون ملفت يعني. صح. حتى لو هو شخص بيعمل حاجات مش بتبقى، يعني مش دايما بيرضي اللي قدامه، ومع ذلك الناس بتحبه. يعني هو ممكن يعمل حاجات تضايق اللي قدامه بس ستيل الناس بتحبه. وذكرني برضو كمثال، قال ماهي من الناس اللي عندها كاريزما. ده في سنه كام؟ كنت في تانية سنة في الثانويه. تمام جدا. طب حلو ما شاء الله. فاهم. يعني انت لفظ شاطر او لقب شاطر ده انت بدات تحسيه ويتقالك، نقدر نقول في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه بشكل قوي جدا يعني. وفي الاعدادي بالذات، عشان ممكن في الثانوي ما كناش بنحضر في المدرسه، يعني ثانيه وثالثه قوي اصلا. صحيح. فالاعدادي لا كنا بنحضر، وكان بيبقى في مسابقات مع مدارس ثانيه مش عارف ايه، وكنت انا بدخل فيها، فكنت حاسه ان دي فتره لامعه في حياتي يعني الاعدادي دي. طيب قبل ما اقفز مرحله الجامعه، انا مهم قوي عندي اعرف القدوه. في قدوه في حياه ماهي؟ في حد معين كنت بتبصي له تقولي انا ده بالنسبه لي نموذج عاوز ابقى زيه في المرحله دي بالذات، اللي هي مرحله ما قبل الجامعه؟ قبل الجامعه اعدادي ثانوي. بص، في بعض الناس بتعتبر الاب هو القدوه الاولى، يعني لاسباب، او الام القدوه الاولى، وفي ناس بيبقى في مدرس الحضانه او الابتدائي بيفضل معلق معاك لفتره، انت كنت عايز تبقى زيه، او شايف ان هو النموذج اللي عايز تبقى زيه لفتره من الفترات، بيكون هو ده الشخص اللي انت بتبذل فيه اقصى ما عندك عشان تحقق نجاحات. في حياتي كان في حد كده؟ ما تقوليش ما فيش،
مستحيل. هقول مفيش. مش عارفه، بس ممكن كان في وقتها، بس انا مش فاكره يعني في الاعدادي او في الثانوي. لا، مش حاسه ان انا كان في حد معين في دماغي عاوزه ابقى انا القدوه، انت ابقى تقولي انت على كلامك كده لا، انا القدوه. انا ماليش قدوه. مش انا قوي كده، بس مش عارفه يعني مش حاسه ان انا كان في حاجه معينه او حد معين لا عاوزه انا بعمل عشان ابقى زيه. تمام. طيب نتنقل لمرحله الجامعه. انت اصلا دراستك ايه؟ كليه علوم، كيمياء وحيوان. ده تخصص كيمياء وحيوان. بعيد تماما عن الاي تي عن والكمبيوتر ساينس مظبوط. بشكل جميل جدا. مظبوط. كنت شاطره بقى في دراستك اثناء الكليه؟ كنت شاطره، ايوه. ما كنتش باخد امتياز وكده، بس كان تقديري جيد جدا، على حسب يعني كده. تمام. يعني لكن بعيد عن اللام والحاجات دي. لا، بعيد. بعيده في الحته الحلوه دي. طيب أيوة. كويس جدا. وبرضه كنت ملحوظه، كنت كنت ملاحظه. يعني اسمي برضو ليه دور. يعني اسمي برضو، حتى انا كنت ببقى الوحيده في الدفعه اللي اسمها ماهي، فاغلب زمايلي كانوا بيبقوا عارفيني. صحيح. وان انا كمان يعني اول ما دخلت الكليه مجموعي ما كانش جايب لي ادخل كيمياء وحيوان، فدخلت تخصص تاني كان علوم بيئه في الاول. وبعد كده نقلت في الترم التاني لتخصص كيمياء ونبات، ولما رحت تانية نقلت كيمياء وحيوان، عشان كنت عاوزه ده، عشان بعد كده اخد دبلومه تحاليل طبيه وكده. كان ليكي هدف ساعتها واضح ومسار ومشيتي فيه وكنت هتوصلي له ان شاء الله يعني ساعتها يعني. مظبوط. تمام. فكنت فتقريبا انا عديت على كل الاقسام، فكانوا لازم يبقوا عارفيني. تمام جدا. طيب خلصت الكليه، هل اشتغلت بالتخصص بتاعك؟ هل اشتغلت بيه لفتره وكنت شاطره ولا ما اشتغلتيش فيه؟ لا، يعني لو هتكلم على التحاليل، اخصائي تحاليل طبيه، انا اشتغلت تدريب في معمل بس تقريبا 3 شهور عشان اخد شهاده. وبعد كده ما اعرفش اي حاجه عن الحته دي خالص، يعني ما تميزتيش فيها يعني، انت ما تدريب حاولت. فقط؟ تدريب بس، وحاولت انزل، بس ما مشيتش فيها. ما مشيت مشيتي. فيها، وكنت حاسه شويه ان هي مش عارفه، مش هي دي حتتي، يعني اللي هي ما كنتش حاسه اللي هو انا الشخص اللي ممكن يقعد في معمل تحاليل ويمارس المهنه رغم دي. ان دراستك في الكليه وخلاص. كانت تقول انك ممكن تبقي حد شاطر في الحاجه الفلانيه اللي هي التحاليل مثلا اللي انت اتجهت لها في الاخر، صح؟ ولو كنت كملت فيها كنت هبقى حد شاطر. يعني انا متاكده من ده. مش عارفه، بس انا شايفه انه يعني لو اي حد مسك الحاجه اللي هو شغال فيها وكمل فيها الاخر يعني عمل اللي عليه بالظبط، he did his best يعني فيها، هو اكيد هيوصل لحاجه. طيب. يعني انا ليا زمايلي مثلا اول ما اتخرجوا اخدوا بتاعه ممارسه المهنه، دبلوم مثلا او حاجه زي كده. انا خدت الدبلومه كده. هم اخدوا الدبلومه، وبعد ما اخدوها على طول فتحوا معامل تحاليل مع دكاتره هم محددين هدفهم وحابين ده ونجحوا فيه وتميزوا فيه. فانت اصلا ما دخلتيش السبق اللي خليكي شاطره او مش شاطره في الموضوع ده. بالظبط كده. يعني انت واثقه من نفسك، بتقولي ان انت لو كنت دخلتي السبق ده كنت تبقي متميزه. احنا حاسين كده ومتاكدين ان انت ما شاء الله تميزتي في المجال اللي دخلتي فيه بعد كده. طيب نيجي بقى للجاب او للوقت ما بين ان انت خلاص قررتي مش هتكملي في التحاليل الطبيه ومش هتكملي بتخصصك لمرحله ان انت قررتي تدخلي عالم الاي تي او تكنولوجيا المعلومات. احنا بنتكلم في كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين عمر. 6 سنوات بعد الكليه تقعدي مالكيش علاقه بتكنولوجيا المعلومات. مظبوط. وفجاه تيجي الفكره انك تخشي عالم تكنولوجيا المعلومات. مظبوط. طيب كلميني بقى عن البدايه دي. اتكلم عن البدايه. انا كده يعني حتى بعد ما خلصت لما ما اشتغلتش اصلا في الاي تي كنت بدور على اي حاجه اتعلمها، يعني ما كنتش قاعده كده ما بعملش حاجه. في 6 سنين اللي بنتكلم عنهم دول جربت كذا حاجه. يعني انا اخدت كورس ديجيتال ماركتنج، كان هدفي ان انا اشتغل بيه برضو فريلانسنج مثلا او حاجه. وذاكرته، يعني ذاكرت فيه كذا ليفل لحد البروفيشنال ليفل. وبعد كده ما جتش هي حته الشغل، يعني هي كانت مذاكره بس. بس ما جتش لحته الشغل، او ما كنتش عارفه وقتها ازاي انا اعدي حته ان انا بذاكر وادور على شغل. بحس ما كانش عندي المهاره دي ممكن وقتها. يعني بس كنت بتذاكري بشكل جاد مهم، يعني تاخدي كورس مثلا اونلاين او اوفلاين؟ كان عليه امتحانات، كان كان اونلاين، وكان عليه امتحانات ولازم تخلص الامتحان وفي وقت معين. ووصلت للنهايه؟ وصلت لليفل 3 اللي هو بروفيشنال ليفل. وخدت الشهاده وركنتيها ما اشتغلتيش؟ حتى ما قدمتيش في المواقع اللي هي زي مستقل او مواقع الفريلانس عموما؟ هي كانت التاسك هي ان انا احط بلان. هي الفكره بتاعته ان هو بيعلم الناس
انجلش في بلان معينه عشان يتعلموا انجلش ويدخلوا يمتحنوا امتحان الايلتس. فكانت التاسك ان انت تعملي زي جدول لطالب هيمشي عليه 3 شهور، هيتظبط ازاي وهيعمل ايه من خلال بقى المعلومات اللي موجوده على القنوات اللي هو ايه شغال عليها. تمام. وكانت التاسك مثلا 8 ساعات، المده لو ديدلاين 8 ساعات، وسلمت التاسك بعد كده وعليكم السلام. لا محدش عاوز اقول لك كلمني. حاجه، المواقع التانية دلوقتي زي مستقل محترمه جدا يعني في طريقه تعاملها، لانها بتاخد دفعه من الشخص اللي عاوز المشروع. يعني انت ممكن تبحثي عنها وتجربي. مظبوط. الموضوع بقى بيضمن للاثنين جديه الموضوع. ما هو الكلام ده وقتها من 6 سنين، فما كانش لسه حوار فريلانسنج اصلا وصل منتشر. للنضج ده، او المواقع ما بقتش بتعتمد بتبقى ذكيه او قويه زي دلوقتي. مظبوط. لا انا انصحك بمستقل بصراحه، يعني مستقل لو انت عاوزه تكملي فيه في اي حاجه. ايوه. طب تمام بس حلو، كملي بقى. يبقى كده انت ديجيتال ماركتنج بعد كده وقفتي. بقى عملت يعني ذاكرت شويه جرافيك ديزاين و... ودخلت تطوع في كوميونتي كده. تمام. كان في ليدر وكان بيعلمنا نعمل ايه ونديزاين ايه ومش عارف ايه وكده، بس كان الموضوع محدود شويه عشان كنت محدوده ببلاتفورم معينه بس اللي هشتغل عليه. فقعدت في ده تقريبا 8 شهور او حاجه، وبعد كده بقى جت فكره الاي تي بقى والحته دي. حلو. الاي تي دوت تقريبا على اللي انا فاكره قبل رحلتك مع رالي بسنه تقريبا. ايه بقى البدايه بالظبط؟ هي البدايه جت هي هقول مش بدايه قوي، هي اعاده بدايه. عشان وانا كنت في الجامعه مره اخويا هو بيحب من زمان قوي، هو اصغر مني 7 سنين. فهو شوف وانا في الجامعه هو كان مثلا في اعدادي هو كان بيحب الكمبيوتر، كان حتى بيفكك الكمبيوترز ويقعد يصلحها تاني مش عارف ايه، وكان بيتعلم وقتها HTML و CSS، وكان بيشتغل يعني بيروح عند حد عشان يعلمه. فقال لي ما تذاكري ده معايا وبتاع ده، وانا كنت في تانية جامعه او حاجه. فانا دخلت جربت صراحه، بس ما اللي هو دخلت جربت وانت في الجامعه؟ جربت انت في الجامعه تمام. ان انا اتعلم HTML، وكنت بدات شويه يعني بدات شويه وتعلمت شويه، بس بعد كده خلاص ما كملتش. ما اعرفش ليه ما كملتش، يعني ما حسيتش، ممكن عشان الجامعه والدراسه وغيره ما اعرفش، بس وقفت. فجيت تاني. انت في النهايه كنت بتذاكري تول، خلي بالك هو HTML تول من 10 12 تول يخلوكي تعملي حاجه ذات قيمه يعني. ايوه. فال HTML لوحده ما كانش مشجع لحد في جامعه انه يكسب منه، فهتعلم HTML وبعدين لازم تكملي الموضوع. ما هي دي الفكره بقى. تمام. ان انا مثلا بدات اتعلم شويه وبعد كده خلاص طول واحده خلصت وبعدين فما كملتش. من قبل سنه مع رالي بدات بقى اذاكر برمجه يعني او بروجرامينج لانجويج بجد. هو وبرضه اخويا اللي اقترح عليا الفكره، يعني قال لي ابدأي ذاكري حاجه وانا معاكي. هو كان وقتها خلاص في الكليه وعارف اكتر وفاهم اكتر يقدر يفيدني. فانا كنت قاعده مش بعمل حاجه يعني، او مفيش حاجه معينه انا عاوزه ابدا فيها بس مش عارفه ابدا في ايه. تمام. فقال لي ابدأي وانا هساعدك. فقلت تمام. فساعتها بقى بدات. احنا بنشكره من الحلقه بس بتاعتنا. بس بدات صح يعني. يعني ما بداتش اللي هو حاجه انا بجرب، لا انا بدات عشان وانا وقتها قلت لنفسي انا بادئه عشان اكمل هنا. فهي بدايه عكس كل بدايه. حلو. يعني بدايه متميزه وباينه. وانت انا عاوزه اعمل حاجه بالظبط كده. وصلت لايه بقى؟ وصلت الرالي. ما الرالي دي جات لك السنه دي اتعلمت فيها PHP الاول. يعني انا ذاكرت الاول خالص بيزكس بتاعت البرمجه، يعني دخلت سرشت ودخلت كمان في كوميونتي عشان يساعدني انجز الدنيا وابقى عارفه ايه الحاجات اللي المفروض اذاكرها او ايه الحاجات اللي المفروض اعملها. واعتقد الكوميونتي دي واحده من الحاجات المهمه اصلا اللي بتخليك تنجز بسرعه. صحيح. وتدخل في المود، ما تبقاش حاسس ان انت لوحدك في اللي انت بتعمله ده. بالظبط. فدخلت في كذا جروب، وكان في ديسكورد وقتها برضو كنت دخلت في جروبات كتيره قوي عشان اشوف انا هعمل ايه. فناس كتير بقى رشحت البدايه اللي هو لازم تتعلم البيزكس الاول، لازم تعرف اصلا يعني ايه 01 الكمبيوتر بيفهم ازاي، هو اصلا بتتكلم معاه ازاي. انت عندك في مشكله ان انت اصلا مش خريجه حاسب آلي. ايوه. ففي بيزكس كتيره جدا موجوده عند ناس كتيره مش عندك. مش موجوده عندي. طب هل الكوميونتي ديت كانت برضو بتحمل نفس الناس زيك بالظبط؟ برضو مش خريجين حاسب آلي ولا في منهم خريجين حاسب آلي؟ لا كانوا خريجين حاسب آلي. وكنت وقتها حتى بحس ان هم ناس بيعرضوا المساعده بشكل كبير قوي، وانت سهل تلاقي الريسورس اللي انت تذاكر بيها وسهل تلاقي حد يساعدك تذاكر. جميل. فكانت دي حاجه من الحاجات المشجعه وقتها صراحه. بس انا لما قررت ابدا، ما قررتش ابدا اتعلم لغه البرمجه اللي انا عاوزاها على طول. كنت عاوزه ابدا بالبيزكس علشان ابقى زي الخارج من الاي تي.
تمام. ما احسش ان هو عنده حاجه مش موجوده عندي. انت عايزه تقضي رحله ال4 سنين اللي هم خدوها في الكليه في مده قد ايه بقى؟ كنت بحاول. طب ليه ما دخلتيش قسم حاسب آلي او كليه حاسب آلي اصلا بعد كده؟ مش عارفه، بس ممكن ما جاتش ليا الفكره دي وقتها. دبلومه حاسب آلي يعني، طالما كده، طالما انت من جواك كنت عايزه تاخدي كل الحاجات اللي هم خدوها، ازاي؟ ما اعرفش، بس ممكن ما كانش وقتها عندي النضج ده، يعني ان انا اقدر اعمل الحاجه دي او اقدر اروح اعمل كده. ما فكرتش فيها وقتها. أنا فكرت ان انا هبدا وخلاص بالمتاح قدامي. طيب دلوقتي. وصلت لحد ايه قبل رالي باسبوع؟ كانت ماهي بتعمل ايه؟ كنت المفروض ان انا كده عارفه اعمل بروجكتس باستخدام بيور بي اتش بي، ايوه واعمل بروجكتس باستخدام لارافيل اللي هي فريم ورك بتاع البي اتش بي. ممتاز. وكان عندي 2 بروجكتس كنت اشتغلت عليهم مع الدبلومه اللي اخدتها في السنه دي. ده كله تحت التدريب بتجربي، لكن ما عملتيش شغل حقيقي، ما اشتغلتيش مع حد؟ لا مش شغل حقيقي. تمام. بس البروجكتس اللي عملتها وقتها هي كانت متقيمه كانها شغل حقيقي، وحتى البروجكت واحنا بنستلمها كأن انا واخد الفرونت اند من عميل وانا بشتغل على الباك اند بتاعه. بس اللي اقصده انك ما استفدتيش ماديا، يعني ما لا. اخدتيش فلوس مقابل الموضوع ده، انت كنت كل ده تجربه. أيوة. يعني حتى المرحله ان هو كانه مشروع حقيقي، وعشان يعيشك التجربه لما تشتغلي بعد كده. مظبوط. لكن انت ما كانش عميل حقيقي موجود، ما كانش فيه فلوس حقيقيه. مظبوط. انا طيب. اصلا وانس ما خلصت كمان او ما الدبلومه دي خلصت، انا كان عندي احساس اللي هو طب انا هعمل ايه دلوقتي. يعني ما كانش واضح الدنيا قوي. مش عارفه طب انا كده خلصت ده هعمل ايه. فكان الحل بقى ان انا طب يعني مكلم حد يقول لي طب ذاكري جافا سكريبت برضه. طب انا طب هبدا من الاول يا جماعه. حاجه تانية. يعني هي حاجه تانية. طب ما انا هقعد اذاكر طول عمري. طب ارجع اذاكر أيوة. جافا سكريبت من اول، وبعدين مش عارف ايه من البدايه خالص. انا عاوز اشتغل باللي اتعلمته، انا عاوز اشتغل باللي اتعلمته. هشتغل أيوة. امتى بقى؟ كان في ناس يعني كان في ناس فعلا قالت لي كده لما انا بدات اتعلم جافا سكريبت. في حد قال لي طب هو ما انت اخدتي بي اتش بي ومعاكي لارافيل، طب ما تتعلمي فيهم اكتر وتطوري نفسك عشان تشتغلي بيهم. يعني كلام منطقي. ايه اللي يخليكي تروحي تذاكري جافا سكريبت؟ بالظبط. بس انا ما كانش عندي الحد اللي يقول لي وقتها انا المفروض اعمل ايه. يعني حد احس ان هو فاهم اوكي وجرب وعارف فيقول لي امشي في الحته دي. تمام. فاهمني؟ فانا بسمع كلام من زمايل ليا. طب نقدر نقول ده كده غياب. مش لازم يكون منتور بمعنى منتور، لان المنتور دوره اكبر من كده، بس غياب نموذج قدامك يقدر يقول لك يختار لك من متعدد، اختاري ده وسيبي ده. مزبوط. او ده غلط وده صح، او ده احسن من ده. ما كانش موجود حد زي كده في حياتك ساعتها. مظبوط. غير اصلا التشالنجز نفسها اللي بتبقى مواجهاك وانت في الحته دي، اللي هو انا مثلا بشوف ناس كتير بتذاكر كميه مذاكره مش طبيعيه وعندهم كميه معلومات مش طبيعيه مقارنه باللي انا عارفاه. هو قليل، بالذات اللي هم خريجين كمبيوتر ساينس. الحاجات دي محبطه جدا. فطبعا ان انت موجوده في كوميونتي في مئات بل الاف واكتر من جروب زي ما انت بتقولي. مظبوط. وحاسه ان هم اشطر وبيدوروا على شغل. طب انا فين بقى؟ يعني هم اشطر ومش لاقيين، انا بقى اروح فين؟ أيوة. دي مشكله. وكان في ناس عندها سكيلز، يعني problem solving skills مثلا على ليد كود حاجه مش طبيعيه. بالظبط. انا فين بقى في الحته دي؟ انا مش عارفه. بالظبط. هو لو اشتغل هيديك امل، ما هو انا لو بقيت زيه هشتغل. مظبوط. لكن هو اصلا شاطر وانت شايفه كده يعني، ومش شغال وقاعد بيتعلم معايا، بيعاني معانا، بيبكي في الكورنر. طب ايه يعني؟ فين بقى المرحله اللي نكسب منها فلوس؟ مظبوط. دي مشكله في حد ذاتها. ايوه. فيعني وانا حتى وقتها يعني بعد ما خلصت الكورس ده في الاول كنت بقول لنفسي طب كان في جروب انا كنت فيه كان يو اي يو اكس، فبقول لي طب اما ادخل اذاكر بقى يو اي يو اكس، يعني حته تانية خالص. فاللي هو تشتت مش طبيعي. بالظبط. يعني انا دلوقتي مثلا انا دلوقتي مدركه ان ده كان غلط كبير مثلا. بالزبط. بس انا ما كانش عندي التوجيه وقتها اللي يقول لي هنا بقى الجمله اللي اقول لك عليها. في ناس كتيره بتسمي ده تنوع مهارات. ده انت قلت اللفظ الصح، اسمه تشتت. مزبوط. انت لو كان جسمك رياضي او شخص رياضي، تدخل النادي تلعب ايه؟ تلعب كل الالعاب، مش هتبقى شاطر في اي حاجه. تلعب سله، تلعب طايره، تلعب سباحه، لازم تركز في حاجه. وساعات بعض الكباتن لو انت بتلعب في رياضه في نادي يقول لك انت بتلعب كذا، اوعى تلعب كذا عشان دي بتاثر على عضلات معينه مش هتخليك شاطر في اللعبه الفلانيه. مش ده اللي بيحصل؟ مزبوط. يبقى التنوع ده تشتيت. انت ممكن تبقى اسمك ايه؟ مثقف، زي ما بنقول كده لو بالنسبه نتكلم في الاي تي مثقف. بالنسبه للنادي اسمك رياضي، شخص رياضي، لكن ما انتش محترف. عمرك ما هتوصل للاحتراف الا لما تكون مركز في حاجه واحده. وبالتالي وجود الكابتن بقى اللي كان يقول لك اوعى تعمل ده مع انك شايفه صح. يعني ايه الكابتن المجنون اللي يقول لي ما تلعبش سباحه او ما تلعبش كاراتيه او ما تلعبش كوره؟
انا عاوز العب كله. لا، الكابتن ده عايزك تبقى محترف، مش مظبوط. عايزك تبقى مجرد رياضي. فده كان غايب في حياه ماي لحد ما ايه، ما بنتكلم قبل رالي ب3 4 ايام. مظبوط. طيب رالي بقى، رولي بقى. البدايه جت ازاي؟ رولي. البداية جت من بوست على لينكد ان بالصدفة البحتة. تمام. فانا لقيت ايه، حتى كان تركيزي وقتها على ايه، في الكورس ده هيديلي اي تي اف وكومبيتي اي بلس ونتورك وسكيورتي وداتابيز. فحلو قوي ده، يعني انا كده هحط باك جراوند كويسه بقى. انا هظبط اللي ناقص عندي، الحته اللي مش موجوده عندي. انت كده لفت نظري، انت كنت عايزه تاخدي من التراك اللي كان معلن ساعتها الاربع خمس حاجات اللي شايفاهم ناقصينك. هو ما كانش، انا كنت عاوزه اخد التراك كله، بس انا كنت شايفه ان انا ما كنتش مركزه قوي انه التراك هدفه ان انا ابقى دي بي اي داتابيز ادمنستريتور. فانا كنت مركزه انه في اي تي اف وفي نتورك وسكيورتي مش عارفه. انا عاوزه دول، انا عاوزه دول اعرفهم. تمام. عشان احس انا لما ابقى قاعد مع حد مذاكر الحاجات دي ان انا زيه. طب هو انت اصلا كنت عارفه الكورسات دي او عارفه محتوياتها ايه؟ لا، امال بس انت انا عارفه اه يعني مش فاكره الاعلان وقتها كان ايه، بس يعني دبلومه دبلومه اداره الانظمه وقواعد البيانات، سيستم ادمنستريشن اند داتابيز ادمنستريشن. والمحتوى بقى، المحتوى كان بادئ زي ما انت قلتي اي تي اف اللي هو انفورميشن تكنولوجي فاندامنتال، وبعدين اي بلس ده الخاص بالهاردوير، وبعدين نتورك بلس، وبعدين سكيورتي بلس، وبعدين لينكس بلس. ده الجزء الاولاني الخاص بكومباتيا كورسز يعني. انت اصلا كنت عارفه كومباتيا، كنت عارفه الحاجات دي، ولا انت منين جات لك فكره ان انا عايزه الحاجات دي اصلا؟ علشان هي دي الاساس، يعني دي الاساسيات اللي موجوده في اي اي تي فيلد انا لازم اكون عارفها. تمام. فانا شفت العناوين التوبكس الاساسيه دي فقلت انا محتاجه ده. تمام. حتى انا ما ركزتش وقتها انه اللي كان مكتوب في البوست انه يعني الدبلومه لاداره قواعد البيانات. انا ركزت في اللي موجود. دي اول بوينت. تاني بوينت كمان ان انا كنت عاوزه ادخل في اي حاجه عشان احس ان انا بعمل حاجه. يعني انا اما خلصت الدبلومه الاولانيه حسيت ان انا مش عارفه انا هعمل ايه. ما هو مفيش حاجه في دماغي، صح، وانا مش عارفه النكست ستيب ايه. ده كل اللي فات كان كده. فكنت محتاجه حاجه ابدا بقى ادخل فيها، فحتى اشوف اعرف احس ان انا جوه ما خرجتش. ما انا مش عاوزه اخرج من الحته دي، مش عاوزه يبقى زي الكورسات اللي خدتها قبل كده. انت عارفه انا عايز اقول حاجه مهمه جدا يعني. اصلا كونك بداتي انك شفت الاعلان على لينكد ان، ده في حد ذاته شطاره. تعرفي ان انا بقابل ناس كتيره جدا ويمكن خلصوا جامعه، يعني اصل طالب جامعه عيب ما يبقاش عنده لينكد ان اصلا. خلصوا جامعه وما عندوش حساب على لينكد ان، هو معاه السوشيال ميديا كلها. كونك اصلا كنت موجود على لينكد ان ده دليل انك حد شاطر، او نقدر نقول بالنسبه للتراك بتاعنا او الرحله الجديده بتاعتك انت، لا انت عايزه تبقى حد شاطر. ففكر انت، بس انا بعلقت عشان انت لفتت نظري لانك شفت الاعلان على الايه، على لينكد. وده نقطه مهمه جدا يعني امنشنها. انا اصلا الاعلان ده ما حطيناهوش غير على لينكد ان اصلا. ليه؟ لان احنا ما كانش هدفنا جذب الناس كلها، اي حد معدي في الفيس يقول لك اشترك. لا، احنا كان هدفنا جذب الناس اللي على لينكد ان تحديدا. ليه؟ لان وجودك على لينكد ان مؤشر انك عايز تبقى شاطر. مظبوط. فده كان هدف. على الواتس بيجي بتزكيه، على الفيس لا. يعني الناس اللي كانت بتجينا عن طريق الواتساب لازم ابقى عارف مين اللي جايبه اصلا. لكن اللينكد ان قدم زي ما انت عايز، لان احنا بنفترض فرضيه ان اللينكد ان دوت عليه ناس شطار عاوزين يبقوا كويسين، احنا بقى عاوزين نساعدهم. فانا مبسوط اصلا من البدايه، وده ده اللي بيخليني اي حد كان جاي من لينكد ان يعني بعدي معاه مرحله معينه انا عارف ان هو عاوز يبقى كويس. مظبوط. طيب كملي بقى، بعد ما عرفتي التراكات وقدمتي حصل ايه بعد كده؟ بعد ما قدمت طبعا عشان ادخل الدبلومه كان في انترفيو في الاول خالص عشان يتاكدوا ان انا شخص مناسب ان انا ادخل الدبلومه دي. وبعدها بصراحه كنت متحمسه ان انا ابدا حاجه، حتى هتعلم حاجات جديده وانا عاوزه اتعلمها اوريدي. ففي البدايه خالص في رالي بدانا اول حاجه بريبريشن بيريود كده اتعلمنا فيها. هي مش يعني كان هدفها الاساسي هو انه الانستراكتورز الموجودين جوه رالي يتاكدوا ان احنا عندنا الابيليتي ان احنا نكمل، مش ان احنا داخلين نقضي وقت وخلاص. فاكره المده كانت قد ايه ولا لا؟ كتير مش فاكره قد ايه، بس ما كانتش كانت فتره طويله. كان شهر. كان هدف المده دي اللي بتتكلمي عنها مش تاهيل ده المعلن، لكن هو هدفها فلتره، معرفه الناس الجاده
مش اللي مش جادين. لان احنا كنا بندي حاجات بيزكس اللي هي كانت ناقصاكي قبل كده، انت قلت عنها، وبيزك قوي كمان، يعني بندي وورد واكسل ومجموعه اوفيس كلها عموما، وبندي بعض المهارات في الويندوز وبعض المهارات في الدوس، نعرفك ايه هو الفيرتشواليزيشن مثلا، الحاجات دي كلها في اول شهر. وطبعا بلس بعض الانجليش مظبوط. سيشنز اللي كنا بنجربكم فيها وبنطمن ان انتم مستواكم كويس. بعض السوفت سكيلز كنا ساعات بنطلب منكم تعملوا برزنتيشن كده في حتت معينه، نطمن ان انتم بتقروا اصلا. هدف كل ده مش انك تبقى شاطر في الحته دي، اصل الحاجات دي مش صعبه اصلا، مظبوط. لكن هدفها معرفه اذا كنت جاد فانت هتقدر تكمل الرحله اللي بعدها كده اللي هي 6 شهور او 7 شهور، ولا مش جاد، عشان نوقع الناس دي بدري. فطبعا ده كان لمصلحه اللي كملوا بعد كده. مظبوط. تمام، انت بقى من اللي كملوا، احنا قاعدين مع بعض اهو يعني، يعني طالما قاعدين النهارده هنا يبقى انت من الناس اللي كملوا. مظبوط. مظبوط كده. انا فاكره وقتها احنا كنا فعلا عدد كبير قوي، والتيم كنت قسمنا التيمات في الشهر الاولاني ده، وانا كان معايا 3 تقريبا في التيم او 2 مش فاكره، ما فيش ولا حد فيهم كمل معايا، يعني انا الوحيده اللي خرجت من التيم اللي كنت فيه. نفسهم قصير. اه. بصي انا في فيلم اجنبي نازل قريب مش فاكر اسمه بالظبط، بس هو لسه اليومين دول ترند، يعني بنتكلم في 25. الفيلم عباره عن ان في 100 واحد بيجروا واللي هيقف هيموت ولازم ينجح واحد بس. أيوة. فيلم مأساوي بصراحه، انا ما شفتوش ومش هشوفه، بس انا قريت القصه لان ده بيحصل في الحقيقه اصلا. انت ساعات بيكون مقدم على وظيفه يقول لك احنا عايزين 5 وبيتقدم 1000، فانت في كانك في سبق مظبوط. ولازم تكون من ال5 دول، فلازم تفضل محافظ انك تبقى شاطر في كل المراحل دي كلها. احنا ساعتها في المرحله التاهيليه كنا ممكن ننجح ال 150 واحد، ما عندناش اي مشكله خالص، لكن لان انا عارف ان في ناس كتير نفسها قصير هيتعبوا الناس اللي نفسها كويس، فكان لازم نفلتر. وده كان هدف مهم جدا في المرحله التاهيليه. مظبوط. فعشان كده انت زمايلك اللي شفتيهم في المرحله التاهيليه ما دول كانوش معايا حتى مش هتبقي فاكره اساميهم، مش الله فاكرة. اعلم هم فين مش دلوقتي. فاكره اساميهم، هم كان هم ولد في حته وبنت، احسن، ده اللي انا فاكراه. هم في حته احسن دلوقتي اكيد. وفاكره طيب كمان هم يعني هم مش ما كانوش شاطرين، لا كانوا شاطرين، يعني في تاسكات في البدايه هم ساعدوني فيها اصلا عشان اعملها، بس هم ما كملوش في وجهه نظرك في الشطاره مم. وانت لسه بتتدربي غير وجهه نظر واحد عاوز يدرب ناس ويوصل بيهم لنقطه احتراف ويبقوا متميزين، مظبوط. صح كده؟ مم. دايما بجيب مثال الرياضه، وانت بتلعبي كوره بتشوفي ساعات لعيب بيعرف يعمل حركات برجليه حلوه قوي، انا بشوفه انه مش هينفع يجي معايا الفريق، لان انا لو خدته في الفريق مش هيعرف يكمل 45 دقيقه ولا يكمل الساعه ونص. مم. اصلا انا عايز حد يلعب معايا ماتش، مش يعمل لي مهاره او 2 شبه بيخدعني بيهم وبيخدع نفسه ان هو شاطر. مظبوط. الشاطر ده لازم يكمل، شاطر لازم تكمل بنفس الاتيتيود بتاعك لمده زمنيه معينه، مظبوط. لكن ما تورينيش منك عينه وتقول انا شاطر اهو، لا هو انت كده مش شاطر. مظبوط. كملي بقى وبعدين. بعد كده طبعا يعني البدايه في رولي مع بعد مع المرحله كورس الاي تي اف، التاهيليه بدانا بقى اه كورس الاي تي اف، وكان هو سيلف ستادي، بس فكره انه في منتور معاك، يعني حاسه ان دي حاجه من الحاجات اللي خلتني اكمل للاخر. يعني انا كنت عاوزه اكمل، انا مثلا ما كنتش هسيب التراك واخرج، بس ما كنتش هبقى حريصه نفس الحرص لو ما فيش منتور معايا. حاسه ان دي حاجه يعني دي حاجه من الحاجات الاساسيه اللي خلتني هنا النهارده، انه كان في منتور بيقول لي ايه الاخبار. ايه الاخبار ايه الاخبار. مهمه جدا دي، صح. ايوه. فانا مثلا كنت اول ما بدانا كورس الاي تي اف مثلا، وكان في ليه مده معينه وفي ديدلاين لازم اخلص فيه الكورس ده، الكورس بالنسبه لي طويل، لا انا هقعد 10 ساعات اذاكر وعندي ديدلاين مثلا، انت هتخلصيه في قد ايه؟ فانا انا مش عارفه، اقول مثلا احط لنفسي يومين او 3 ايام، طب واقعد ااجل مثلا شويه بشويه، واجي في الاخر خلاص الاقي ايه الاخبار مبعوثه، اجري بقى انكسف ورا بقى، نفسي، اجري انكسف بقى، بقى. اجري خلص اللي وراك، فادخل بقى بسرعه ايه، اكمل اللي ناقصني، الحتت اللي خلاص مثلا انا عارفاها اعمل لها سكيب واشوف الحتت اللي انا مش عارفاها. تمام. كمان الامتحانات اللي كانت بعد كل كورس، يعني احنا كنا عاملين كان في بنك اسئله طويل 500 سؤال ومتعوب عليهم بشكل راندوم مهم جدا يخليك تمتحنهم اكتر من مره. مظبوط. يعني انا حاسه بنك الاسئله دي، وانا بجاوب فاكره الاسئله من الوقت، وانت بتذاكري من البنك اللي انا خليني اقول لك دخلته. دي تريكه حلوه يعني بنعملها كتيم رالي، هي ان احنا بنخلي الاسئله اصلا في منها تكرار، هو نفس السؤال وبنفس الاجابه على فكره، هو تكرار يعني. مظبوط. بيبقى هدفنا ان انت يا تحل السؤال ده صح مرتين، هتغلط فيه مرتين، فلو انت حليته صح مرتين انت شاطر وعارف المعلومه. مظبوط. لو انت وقعت فيه مرتين
فهتنقص درجتين مش درجه واحده. فده يخليك وانت بتراجع بعد كده لا يمكن تنسى السؤال ده. مظبوط. كنا بنعمل السؤال ده، بنعمل الحركه دي مع الاسئله اللي مهمه تلزق في دماغك. يعني مش بجيب اسئله تافهه وخلاص، لا، في اسئله معينه عايزك تعرفها. فدي من احدى طرق التعليم. عشان كده انا كنت بقول لكم الناس وهي في الاول خايفه تحل، وباشمهندس لو جبت اقل من 70 اديني حلو. فرصه، ايوه كنت بقول له يا شاطر، الامتحانات مش تقييميه، هي مظبوط. جزء من التدريب. عشان كده كنت بقول له امتحن اكتر من مره، انا عايزك تجيب 100%. يعني انا فاتح لك الامتحان، امتحنه 10 مرات عشان تاخد الثقه. السؤال هتحله 10 مرات، هتغلط في بعضهم 3 4 مرات، لكن هتوصل في الاخر انك حليت كل الاسئله مظبوط. ده يديك احساس بالثقه، وده اللي مظبوط. احنا عايزين نوصله. صح ولا احساس بالتميز؟ مظبوط. مظبوط كده، تمام. وكمان فكرة ان انا لما كنت بمتحن الامتحان لازم ابعت سكرين شوت ان انا امتحنت وخلصت للمنتور مثلا عشان يشوف ويتاكد ان انا امتحنت، مش هو انا بس دخلت امتحنت وخلاص وخلصت. فدي حته كانت بتخليك لازم تمتحن الامتحان. صح، فبرضه بالظبط. دي وعندك فرصه تجيب اكتر من درجه. يعني انت مظبوط. اقعد حسن مع نفسك واظهر لي احسن ما عندك. مظبوط. لان دي برضو مش هقول لك كانت فيها مرحله فلتره، على قد ما فيها مرحله معرفه الناس اللي محتاجين دعم زياده. يعني خلاص الفلتره احنا اول شهر وقعنا الناس اللي هي مش هقول لا تستحق ان انا واحد يقعد يديها موتيفيشن، لكن الناس اللي الموتيفيشن مش هيجيب معاها نتيجه كتير. لان احنا كنا بندعم وبنحفز وبنقول المستقبل فيه حاجات حلوه ويعرف ده، بس هو يقول لي لا انا هذاكر اكسل، هذاكر وورد، هعمل برزنتيشن ما انا بعرف اعمل. كل كلامه ادعاءات عن معرفه انا بعرف اعمل. مظبوط. لكن اللي وصل معانا لمرحله الاي تي اف كان الهدف منه ايه؟ الهدف منه الاي تي اف بقى، لو في حد عنده ان انا بتابعه، يعني لو حد وقع في حاجه انا بلحقه بطريقه مختلفه. ايه الاخبار دي بتنفع مع الناس اللي الكلمه دي تخليهم يتحفزوا نص يوم او يوم. لكن في ناس تانية ممكن افتح معاه ديسكشن 4 5 دقايق، اقول له ادخل لي على زوم، تعالى نتكلم سوا، مظبوط. علشان انا عارف ان هو بيزهق بسرعه، لحد ما نعدي مرحله معينه واشوف هل التحفيز بالشكل ده اتفرق معاه ولا لا، وهكذا يعني. مظبوط. تمام، كمل. يعني اعتقد يا هندسه هي يعني فكره المنتور جوه رولي هي واحده من الحاجات اللي بتميز رولي، وحاجه من الحاجات اللي انا ممتنه ان هي كانت موجوده في رولي، او ان انا دخلت في دبلومه فيها ده بصراحه. يعني حاسه ان ده عامل اساسي في ان احنا كملنا، وعامل اساسي في الحاجات اللي حصلت في النص والفرص اللي جت في النص خلتنا اتنقل من مكان لمكان، هي بسبب وجود منتور جوه رولي. طيب كلميني بقى عن المحطات. انت دي محطه الاي تي اف، انا عارف انها ناس كتيره كانت بتزهق، وانت ممكن تكوني من الناس اللي كانت ممكن لولا بعض التدارك السريع. في بقى عندنا بعد كده مرحله الهاردوير والشبكات أيوة. والسكيورتي. كان ايه حلو. اه كان حلو فيها اكتر حاجه هي ما كانتش بالنسبه لي يعني فكره ان انا عندي حاجه لازم اعملها. هي دايما بتخلي الانسان قلقان ومتوتر وحاسس ان هو مضغوط، بس بعد لما بيعمل الحاجه دي بيحس ان هو انجز، وده احساس حلو. صح، انا عملت حاجه. صحيح. فحاجه من الحاجات اللي كنت بحبها في اول ما بدانا جزء الكومبيتيا والنتورك وغيره هي البرزنتيشنز اللي كنا بنعملها في على نهايه كل اجزاء، مرحله. في نهايه كل مرحله على حتت صح، معينه. فكل بالظبط. واحد ياخد حته، ومثلا انت هتعمل برزنتيشن وتدخل تشرح لزمايلك الحاجه دي. انا متهيألي ان دي واحده من الحاجات اللي خلت البرزنتيشن سكيلز عندي في حته تانية خالص. تمام. خصوصا انا مثلا ما كنتش عارفه ان انا عندي الابيليتي ان انا مثلا ما كنتش بستخدم الباوربوينت كتير. تمام. ولما بدات تيجي التاسكس بتاعت البرزنتيشنز دي فبدات ابدع فيها، ولو في حاجه مش عارفاها ادور علشان اعرفها. طب لو انا عاوزه اضيف حاجه معينه، شكل معين، رسمه معينه، ما تكونش البرزنتيشن مثلا كلها كتابه. حسيت انك شاطره ازاي؟ يعني غير ان المنتور قال لك انك شاطره. لما كنت بدخل اشرح لزمايلي وكانوا يعني يشيدوا ده انا عاوزك، حسيتك عاوز تقول ايه؟ يمدحوا البرزنتيشن بتاعتي او يمدحوا شرحي. صحيح. فكنت بحس اذا انا مميزه في الحته دي بالظبط. انا كده 100 وكنت ببقى مبسوطه جدا. فانا بحس كمان الكوميونتي جوه رولي هو حاجه مختلفه، هو محفز. يعني انا جربت كوميونتي، يعني انا جربت دبلومه في مكان قبل كده، وعارفه يعني انت تكون موجود جوه مكان بيشجعك، وانك تبقى موجود جوه مكان عادي. يعني ما انت عندك تاسك اعملها وزميلك عنده تاسك، عملت ما عملتش مش هتفرق. لا، احنا يعني جوه رولي احنا كلنا بنشارك ده مع بعض.
حتى لو انا عندي انجاز انا بشاركه مع زمايلي. انا عملت برزنتيشن فما شرحتهاش للمنتور بتاعي او ما شرحتهاش وخلاص، لا انا شرحتها لزمايلي، حتى ده صح. بيعمل كونكشن بيني وبينهم مظبوط. مختلف. تمام. ولحد الان ستيل في كونكشن قويه بيني وبين كل زمايلي في رولي. على مدار الفتره اللي قضيناها في رولي كلها، يعني انا بحس ان انا مبسوطه ان انا اتعرفت على الناس دي. طيب التاسكات الكتير اللي عملناها مع بعض خلتني اعرف كل واحد فيهم كويس في ايه وانا كمان كويسه في ايه. طب كلميني بقى عن نقطة في الرحلة بتاعة رولي، هي ممكن تكون في النص بس انت في نقطة معينة قررت انك لازم تكملي وان هو ده الطريق بتاعك. يمكن في الاول، في بداية اول شهر هو الطريق لطيف بس قدامه 6 شهور 7 لسه طويل. في لحظة معينة انت قلت لا ده الطريق ولازم اكمله، واي تاسكات مهما كانت صعوبتها انت خلاص بقيتي مستعدة لتقبلها. الكلام ده حصل في بعد انه كورس بالظبط وامتى؟ هو لو هتكلم يعني اول ما بدأنا الكورس خالص، الجزء بتاع الاي تي اف، علشان كان هو سيلف ستادي كله، وكانت المتابعه مع المنتور مثلا بس لو خلصت الجزء اللي المفروض تخلصيه مش عارف ايه، ما كانش فيه تاسكات قوي بنعملها في الفتره دي. فاول ما التاسكات بدات، اللي هي التاسكس، حتى اللي كانت التاسك الصغيره على جروب الواتساب اللي هو سرشوا على كذا، سجلوا ريكورد مثلا عن كذا، حتى التاسكس الصغيره دي كنت بحس لا انا عاوزه اعمل التاسك دي، عاوزه اشارك، انا عاوزه اكون جوه يعني جوه، انا مش عاوزه ابقى بره. ايوه انا عاوزه ابقى مشاركه مع الناس دي. انا افكرك كده، حد فاكره التشالنج بتاع توبك معين انا قلته وقلت اول حد هيتكلم فيه هيتكلم في زمن، اللي بعديه لازم يتكلم في نفس الموضوع بزمن اعلى. ايوه فاكره؟ كلميني بقى عن التاسك دي. فاكره التاسك دي، مش فاكره اللي بدأ اول حد كانت اميره تقريبا. فاكره صحيح. هي اول واحده خدت التاسك. حتى حضرتك قلت وقتها ايه، انه لا، في فرص بتيجي كده اول ما ننتهزها بالظبط انت بتبقى اكسبت. اميره مصطفى. اميره مصطفى. اميره لخصت الموضوع في دقيقه و20 ثانيه تقريبا. ايوه هو موضوع كبير اصلا بس هي عملت المطلوب. انا قلت اي حد يتكلم عن الموضوع بسرعه باي طريقه، يلخصه باي طريقه. الموضوع كان مهم جدا وممكن يتكلم فيه في رقم يعني دقائق ساعه حتى. هي اتكلمت في وقت قليل جدا، وهنا انا اشدت جدا باميره مصطفى انها فاهمه يعني ايه اقتناص الفرص. لانها لو كانت قاعده مستنيه على الواتس مين هيبدا، طب انا مكسوفه او انا مكسوف، كانت هتقعد كتير قوي، كانت هتلبس في 5-7 دقائق صح كده. مظبوط. بعدين لقيت الناس بتتكلم في دقيقتين 3. وانا متذكر ان في حد منكم ساعتها قال ايه، يا جماعه انا عملت ريكورد 14 دقيقه لو نزلته هصعبها على اللي بعدي. ايوه لو انت فاكره دي. أيوة. في واحد نزل 14 دقيقه وكلمني على الخاص، قال لي يا باشمهندس انا معايا 14 دقيقه لو نزلتها كده انا لان الناس كانت عماله تقول ايه انا مش عارف اتكلم 4 دقايق اصلا. ايوه فهو واحد بيقول انا نزل 14 دقيقه. المفاجاه ان في واحد تاني نزل 21 دقيقه. انا فاكر، وخلى الموضوع صعب ضرب نار. مظبوط. فعملنا بقى ساعتها ديل يا جماعه، طب يلا 7-8 دقايق بس اتكلموا يعني. هي انا بحس ان هي كانت وقتها هزار على تاسك صغيره، اللي هو انت خد الفرصه دي مثلا، او انت لو خدت المبادره وبدات فانت يعني حميت نفسك من اللي جاي بعد كده. صح. لو انت قست ده على حاجات كتير في حياتك، يعني اعتقد تفكير يعني هيفرق معاك كتير. صح. في فعلا فرص بتيجي واحنا ما بناخدش الخطوه على طول، وده بيحصل معايا لان انا من النوع اللي بفكر كتير قبل ما اخد خطوه. احنا شوفي اللي انت بتتكلمي فيه ده سوفت سكيل لا يمكن تدرس او تعلم وهي مكتوبه. كان لازم اعمل الموقف ده، وكان لازم استنى اول شخص ياخد الفرصه، وحظكم ان هو خدها دقيقه ونص يعني. ايوه وعلق التعليق ده عشان ما تنسوش طول عمركم. ايوه ان خلاص في فعلا في يوم من الايام. بس في برضه سوفت سكيل تانية كانت حلوه موجوده، غرضها ان انت لما تسمع زميلك قال ايه قول زيه، خد منه وضيف شويه. هو طبعا اللي خلى الموضوع فيه ضرب نار ومزايده، مش فاكر مين ساعتها لما قال انا نازل بربع ساعه، فكده هيخلي الموضوع ان انا هسمع ربع ساعه واسجل. والمصيبه في ايه بقى، ان ممكن وانا بسجل يكون واحد زميلي نازل بتلت ساعه، فانا لازم الحق عشان اعمل ايه. أيوة. عشان اقول الزمن المناسب. صح. طريقه تعليم السوفت سكيلز كنا بنحاول نعملها عن طريق التحدي من النوع ده. مظبوط. طيب في تحدي تاني في نص التراك كان مهم جدا، وهو التيم، انك تشتغل في تيم، والتايم مانجمنت وشويه مهارات، اللي هو لو انت فاكره كنا سميناه ساعتها فرحات كومباني. أيوة. او شركه فرحات. كلميني كده عن التحدي دوت وايه السوفت سكيلز اللي انت اتعلمتيها من هذا التحدي. اوكي، هو
انا التاسك دي بالذات انا اكتشفت فيها ان انا عندي سكيل اوكي واقدر انميها يعني صراحه. وقتها اتقسمنا ل2 تيمز، وكل تيم هيكون عنده ليدر وليه تاسك، يعني ليه شركه هيشتغل عليها وهيعملها، والتيم التاني نفس الكلام. فكان فيها نوع من التحدي شويه. فايه اللي انا اتعلمته فيها بصراحه؟ اول حاجه انا كنت الليدر في التيم بتاعي. فانا مثلا شفت في نفسي حاجات ما كنتش عارفه مثلا ان هي موجوده، يعني ان انا ممكن ابقى ليدر جوه تيم عادي. يعني انا انت خدت الليدر ازاي؟ المنتور كلمني وقتها وقال لي، مش فاكره والله ايه التدرج اللي حصل، بس انا فاكره انه على انا الجروب الاساسي. انا انت سالت فاكر؟ سؤال، اه مين مستعد يكون ليدر واختار منهم؟ اول 2 اختاروا كانوا هم الليدرز. نفس فكره الفرص قلتها من شويه، مظبوط. لان انا مش كان ساعتها محمد شعبان ايوه وانتي، انتهى الموضوع. ايوه خلاص هم اختاروا. فطالما انت عندك استعداد، الليدر شيب بالمناسبه هي مسؤوليه، يعني مظبوط. مش جايزه بتعطى ليك، هي مسؤوليه عليك اصلا. ايوه فلو انت شايف في نفسك ده، دي حاجه يا ويلكم، اتفضل المسؤوليه وهنشوفك، والناس معاك هيشوفوا الموضوع دوت. مظبوط. فلو في عندي 4 5 هيقولوا احنا ليدر، طب انا هنا لازم يكون في افضليه، هقعد اعمل مقارنه هتاخد مننا وقت. مظبوط. فكان الاختيار اول 2 قالوا تمام اتفضلوا ليدر شيب، وهكذا. وده اللي حصل ساعتها. كملي بقى. فوقتها اشتغلنا على التاسك، وكنت مبسوطه ان انا ليدر صراحه. يعني دي حاجه مثلا اول مره اجربها، ان انا ابقى في الحته دي وابقى معايا تيم، والتيم بيشتغل على تاسك معينه، وانا المفروض افولو مع التيم عشان يخلص في الوقت المحدد، وفي نفس الوقت انا بشتغل معاهم. ف يعني كنت مبسوطه بان انا جربت الحاجه دي، جربت ان انا اكون ليدر، حتى لو على يعني تيم وهم زمايلي. بس انت بتبقى عارف ان انت عندك كانه مشروع مسؤوليه. تخرج، يعني كانه مشروع تخرج بس بالظبط. بتبقى عارف ان انت عليك مسؤوليه، وان انت لازم تبقى انت اللي هتتسأل، طب الدنيا عامله ايه، الدنيا خلصت ولا لا. فانت لازم يبقى معاك الابديتس، ولازم تكون متابع وعارف، تبقى عارف ايه المسؤوليه اللي عليك، وعارف ازاي تتعامل جوه التيم، وما تكونش طيب. متسلط. دي بقى من ضمن يعني الليدر شيب اللي انت اتعلمتيها. كلميني بقى عن التاسك كتكنيكال، اتعاملتوا معاها ازاي، وايه هي بالظبط اصلا التاسك وانت فاكره؟ يعني هي التاسك اللي انا فاكره انها كانت اسسمنت لشركه من 3 فروع في 3 محافظات، وعاوزين نركب لها شبكه تجمع ال3 فروع، وكان في ليميت في الكوست، او في رقم معين قلنا مش عاوزين نعديه، تقريبا كان مليون جنيه او 2 مليون جنيه، كنا ضاربين مثال. وكنتم مطالبين انكم تبحثوا عن راوترات حقيقيه وسويتشات حقيقيه موجوده في السوق، وتعملوا اسسمنت ايه اللي ينفع هنا في الفرع الرئيسي، وممكن نوفر ازاي، بحيث ان انتم ما تعدوش البادجت اللي موجوده اللي هي البادجت الفرديه، وتعملوا التاسك المطلوب هي ربط تقريبا كام الف جهاز اللي هم الموظفين. فاكره حاجه زي كده؟ طيب. اشتغلنا وقتها على الباكيت تريسر، وكان معانا يعني حد شاطر في الحته دي، وهو اللي عمل السيت اب على الباكيت تريسر، وناس تانية بدأت هي اللي تسرش على الأسماء الراوترز والأجهزة. بمناسبة الحد الشاطر اللي في الجروب ده برضو كان من ضمن الحاجات المهمة. أيوة. الناس كانت بتتخانق تروح التيم بتاع ماهي ولا تيم محمد شعبان. أيوة. فكل واحد شايف نقاط القوة من وجهة نظره. مظبوط. أنا كنت شايف الصورة إن فيكو في التيم بتاع ماهي حد عارف شبكات، فده أصلا هينجز كتير جدا. التيم التاني في ناس بتعرف تعمل سيرش كويس وبريزنت كويس، يمكن كعدد أكبر. مظبوط. فعشان كده كان في توازن إلى حد كبير. مظبوط. وبالتالي التجربه كانت مثمره، واللي انا فاكره ان احنا قلنا مش هنقول ايوه صح كده، احنا قلنا ان بعد ما تخلصوا هنعلن مين احسن شركه او احسن تيم عمل التاسك بشكل جيد. مظبوط. وبعدين قلنا ايه في الاخر؟ مش هنعرف. انتوا الاثنين كويسين. ايوه صح كده. طب مين بقى انت عايز تعرف السر دلوقتي صح كده؟ ما انا ما اعرفش. انا مش هقدر اقيم فعلا، يعني دي الحقيقه، انا مش هقدر اقيم لان دي مش شغلتي. انا كان كل الهدف من التاسك دي هو سوفت سكيلز متنوعه، ان انا اقيم بقى اسعار. انا مش هدور في الاسعار، انا واثق ان انتوا جبتوا الاسعار مظبوطه من موقع سيسكو، موقع هواوي، انتوا كله ساعتها انتوا عملتوا البحث المطلوب من شركات حقيقيه، وجبتوا اسعار حقيقيه، وقعدتوا تختاروا راوتر موديل كذا وراوتر موديل كذا وسويتش موديل كذا. كل ده مهارات اتعلمتوها. هيفرق في ايه لما اقول ان انتوا احسن من فلان او فلان احسن منكم؟ انتوا الاثنين حققتوا المطلوب في وجهه نظري. مظبوط. صح كده؟ مظبوط. تمام جدا. طيب كلميني تاني عن تحدي خاص بقى، يعني ده كان في بالنسبه للتيم مانجمنت او التعامل مع تيم. عاوز تحدي، او مش شرط يكون تحدي، على قد ما يكون فرصه ما هي اثبتت وجودها فيها والشطاره بشكل قوي جدا. انت حسيت ان انا حد شاطر في مرحله رولي.
لو هي هتكلم على الحتة اللي فرقت معايا في رولي، هي مذاكرة الاوراكل كلاود انفراستراكشر التراك ده. تمام. وقتها المنتور دخل وقال لنا انه في تراك اسمه اوراكل كلاود انفراستراكشر فاندمنتالز، وطبعا دي حاجة بره يعني بره الريتم المسار بتاع بتاعنا. المسار اللي احنا ماشيين فيه في التراك الاساسي. فهي حتة في النص كده، وممكن تكون بتبقى تعمل لخبطه شويه عند الواحد. طب هو انا داخله عشان ابقى داتابيز ادمنستريتور، فايه اللي هيخليني اذاكر اوراكل كلاود انفراستراكشر؟ بس انا مش حاسه ان الاحساس ده جه عند حد فينا، لان احنا واثقين في المنتور بتاعنا صراحه يعني، واثقين ان هو مش هيقول لنا اصطادوا على الحته دي وهي مش هتفيدنا في الاخر. ودي حاجه حلوه يعني. احنا حسيناها جوه رولي، اللي هو في بوند كده بينك وبين المنتور بتاعك، مش اللي هو مجرد انستراكتور بيدخل يشرح لك حاجه ويقول لك كلمتين وبعد كده خلاص السلام عليكم شكرا يعني. لا خلاص اكيد. فلا، انت بتحس انه كانه هو شخص خايف على مصلحتك وعاوزك توصل لحاجه، مش بصي، مجرد حد بيديك معلومه وخلاص او يلا تعليقا نخلص على الكورس وخلاص. كلمه البوند، خليني اقول لك حاجه بالارقام. في تجربه رولي في الفتره في التراك بتاعك كنا بادئين ب 150 ووصلنا ل 20 دول بداوا فعلا ووصلوا لحد مرحله الاي تي اف. البوند بدات من اول هنا. الناس اللي هي في مرحله الشهر الاولاني دول بيبقى مجرد بس تجربه، انا ما اعرفكوش، و150 واحد صعب انك تعمل بوند قويه قوي معاهم او رابطه قويه معاهم. ال20 دول كانوا كويسين، بس في منهم 3 4 وكانوا بنات في الغالب، ساعتها كانوا بنات، كان عندهم ظروف معينه، حد مريض او كده، فكانت تعوق ان هم يكملوا. البوند كانت بنت، قعدنا اسبوعين انا او الرابطه يا جماعه ومعاهم. فلما كانوا بيقولوا كده انا كنت بحاول، لما كانوا بيعتذروا ان هم هيسيبوا التراك يعني، أيوة. كنت بحاول فعلا حاسس بتعاطف تجاههم، هم يستحقوا يكملوا بس في ظروف صعبه هم مش قادرين يكملوا، وكانوا بيعتذروا بالشياكه لان الموضوع صعب، هو مش سهل. اصل انت هتذاكر 5 ساعات كل يوم، فهم كانوا بيقولوا ان احنا هنذاكر 3 ايام في الاسبوع، لا احنا عاوزين الاسبوع كله. فما وقعوا بعد 4 ايام خلص الموضوع، 4 ايام انسحاب. فالرابطه، تعليقا على كلمه الرابطه دي، هي الرابطه ضروريه لان احنا كل واحد فيكم كانه كان بياخد درس خصوصي. كل واحد فيكم ليه ريكورد، ليه سجل معين من السرعه في المذاكره، من بيفهم معلومه بسرعه. فالرابطه ديت لابد تكون موجوده عشان اعرف انت معايا وانا معاك، تطمن ان انا معاك ولا بتغيب، عشان يا اما اقوي الرابطه باسلوب اخر، يا اما لا اسيبك واجرب معاك اسلوب تاني وهكذا. مظبوط. تمام. بس يعني انا بحس هي الحاجه هي الحاجه اللي بتخليك حاسس ان انت عاوز تكمل، عشان انا شايف في حد يعني واثق فيا وحاسس ان انا هعمل حاجه، فانا عاوز اثبت له ان انا قد الثقه اللي هو حطها فيا دي. فدي حاجه من الحاجات المميزه جوه رولي الصراحه. تمام. انه المنتور نفسه يكون بيعتمد عليك وواثق فيك وحاطط فيك امل، فانت بتبقى خايف تبقى اقل من التوقعات، فبتشتغل اكتر، ما بتحب، مش عاوز تتاخر، مش عاوز تقع، مش عاوز يبقى فيه عندك تاسك وما تكونش عملتها. حتى السيشنز احيانا اللي كانت بتبقى طويله زي لينكس سيشنز اللي كانت بتقعد، كنا قعدنا لينكس سيشن 12 ساعه كراش كورس اللي اخدناه 3 ايام في اللينكس. فايه اللي يخليني اقعد احضره؟ طب ما انا احضر كتير. ساعتين واقوم اقوم اخد بريك. لا كنت او اسمعه على اليوتيوب بتسجل من اي حد مثلا، صح كده. ايه اللي يخليني ابقى يعني بعمل ده؟ انا ملتزم وكل حاجه، انا عاوز استفيد، بس برضو انا مش عاوز ابقى الطالب الفاشل هنا اللي وقع في النص. هنا انا كملت، خلينا انا عاوز ابقى قد لك الثقه دي. على موضوع اللينكس بالذات، ده كان اختبار. هو اللينكس اصلا محطوط له في الجدول شهر كامل، اصلا 30 يوم. مظبوط. بس لما بدأناه كنت شايف نضج عندكم مختلف، فليه ما نجربش اللينكس يخلص في 4 ايام؟ ساعتها في بعض الناس زميلكم اعتذروا لارتباطهم يعني شايفين ان ال 12 ساعه في اليوم دي كتير قوي، وهم عندهم مرتبطات تانية غير اللي هي ادوها لرالي. فهم 2 أو 3 خدوا جنب، والباقيين فضلوا مكملين في ال4 ايام. اللينكس خلص في 4 ايام. بس المميز بقى هنا ان احنا حتى زمايلنا اللي ما حضروش احنا ما سيبناهمش يقعوا. يعني المنتور وقتها قال انه احنا هنفضل 12 ساعه شغالين. ال 12 ساعه مش بناخد حاجات جديده، ال 12 ساعه انت خدت فيهم مثلا في 5 ساعات او في 4 ساعات الحاجه المفيده اللي المفروض تكون عارفها،
وباقي الساعات انت قاعد بتجرب اللي انت عملته وبتعيده. بالظبط. فكان في ناس فعلا بتفضل قاعده طول يعني حاضره ال 12 ساعه كاملين، كانت بتشرح لزمايلنا اللي جم متاخر او اللي ما حضروش الوقت الاولاني اللي اتشرح في الجزء الاولاني. فدي في فايده حتى ده اللي دي بيشرح برضو يعني فايده ليا انا بشرح ان ريبيت انا بريبيت ريبيت. فبستفيد. ودي حاجه اللي يعني دي حاجه هنلاحظها، انا بلاحظها في كل زمايلي في رابط، محدش فيهم عنده انانيه، يعني محدش فيهم عاوز يقوم فوق التاني، كلنا عاوزين نبقى في حته واحده. ده ليه تعليق مهم جدا، موضوع ان انا ابقى شاطر او اشطر واحد. احنا اصلا بنأكت او بنتصرف كتيم. مظبوط. واذا كنا 15 او 20 او 30 واحد في رالي وبنقول ان احنا شطار، احنا ممكن نبقى 100 شطار برضو وكلنا نبقى متميزين، ونبقى 1000 متميزين. لان احنا مش بننافس بعض، احنا بننافس مع بعض كوكب تاني. مظبوط. عالم تاني، دولة تانية اصلا. مظبوط. صح كده؟ فاللي بنتكلم فيه ان لا مجال ان انا ابقى الاول. دي انا لفظ الاول ده ما يفرقش معايا في حاجه. مظبوط. لا الاول كواحد ولا كتيم اصلا. انا عاوزكم كلكم شطار. صح. في رقم معين او ليفل معين لو وصلت له انت بقيت شاطر، وليكن 70% مثلا، ناخد بالارقام. اللي جاب 100 زي اللي جاب 70 عندي. اللي جاب 100 دوت عشان هو دماغه اشطر، اسرع، بيحفظ اكتر، مش مشكله. لكن اللي اقل من 70 ده اللي يهمني انه يجي معانا، يلا تعالى معانا، خلينا كلنا شطار. عشان كده انا بحب جدا التقييم اللي في الجامعات او في بعض الاكاديميات اللي اسمه ايه، ناجح. بس جاب 100 85 اسمه ناجح. لان انا مش عاوز الناس تقعد تنافس طول عمرها في انه يجيب 100 ويفضل على موضوع ان انا لازم ابقى احسن واحد. مين قال كده؟ مظبوط. انت اوصل لمستوى معين. مش بقول اللي هو النجاح بالعافيه، لا، بس بقول انك تنجح تبقى متميز. 70 هو اللي يجيب 70% دوت يبقى وحش في ايه؟ صح كده؟ لكن اللي يجيب 98 ويعيط ده بيعيط ليه؟ يعني واحد جاب 98% وزعلان، انت زعلان ليه؟ انت حد جامد قوي. أيوة. صح كده؟ فايه اللي يخليك تزعل؟ دي مشكله. أيوة. عشان كده انا فكره ان انت تبقى شاطر اشطر من زمايلك دي مرفوضه، لكن شاطر ده اللي احنا عاوزين نوصل له. مظبوط. هي الفكره مش موجوده في رالي اصلا، فكره حد اشطر من حد. بالظبط. واحنا وحتى كل واحد شايف زميله شاطر، يعني انا وهو زينا زي بعض، مش حاسه ان في حد احسن مني فانا محتاجه ابقى في الليفل بتاعه، ومش حاسه ان في حد اقل مني فانا متكبره عليه. لا، انا حاسه ان احنا كلنا شاطرين، كلنا في حته واحده. فدي حاجه حلوه عموما. يعني انت برضو ذكرتي ان التحدي واللي انت خدتيه الكلاود هو تقريبا بقى مسيرتك في الاخر. مظبوط. يعني انت هي يعني مش عارفه هي جت ازاي. هو طبعا بيبقى تيسير من ربنا للانسان في الحته دي. اكيد. وان انت ممكن تبقى داخل عشان تعمل حاجه، بس اللي انا متاكده منه انه اجتهادي في الفتره دي بالذات. يعني انا حرفيا في رالي احنا كنا بنذاكر وقت طويل قوي، وبالذات الجزء بتاع الاوراكل كلاود انفراستراكشر ده، الكورس ده اخد مني ايفورت كبيره قوي قوي. فحاسه ان هو ده نتيجه التعب اللي انا تعبته. بالظبط. يعني انت خلي بالك تميزتي في حاجه عن زمايلك، ليه زمايلك برضو. مظبوط. وهو بما ان انت بريزنتر كويس فانطلب منك تاسك لوحدك. ما هي دي تاسك السبب بقى. احكي عنها بقى التاسك دي كويس. يعني احنا المذاكره كانت مذاكره الاوراكل كلاود انفراستراكشر اصلا ده كان هدفها احنا كلنا هنذاكرها. وفعلا احنا بعد ما كلنا ذاكرناها دخلنا نشرح لزمايلنا. يعني احنا كنا 3 قلنا احنا هنشرح. يعني كان في تاسك في الاول خالص. تاسك هي ايه؟ المذاكر كويس الحته دي او الكورس ده، يعني ندخل كلنا مع بعض ونشرح. تقسموا بينكم الفيديوهات بتاعه التوبيك ده وتدخلوا تشرحوها لزمايلكم. اللي عاوز يشرح بقى يدخل يشرح. تمام. احنا كنا 3 واحنا كنا 4 ودخلنا بقى شرحنا الكورس ده اول مره لزمايلنا. فطبعا ما كانش الشرح احسن حاجه، كنا احنا لسه مذاكرين الكورس كنا في وقت قليل قوي. يعني احنا كان عندنا ديدلاين قريب، كان تقريبا هو كان اسبوع وانتوا خلصتوا في 4 ايام. 4 ايام خلصنا. انا كنت مديكم ديدلاين صغير قوي 4 ايام بس، لا في 7 ايام فانتوا خلصتوه في 4 اللي هي المذاكره الاوليه اللي هي اول حاجه، وبعدها شرحنا بقى لبعض. كان 7 ايام بالظبط كده. صح. بعد كده بقى كانت التاسك الاولانيه هي برزنتيشن كلنا هنعملها ونقسمها بيننا وبين بعض. كل حد هيمسك جزء معين، اللي هو احنا عندنا داتا سنتر عاوزين ننقلها من الاون بريمس ونحطها على الكلاود. فازاي بقى هنعمل ده؟ صح. فاحنا قسمنا بقى التاسك بيننا. وجي حظي ان انا اخدت الحته اللي في الاخر اللي هي الجزء العملي. يعني هي مش عشان انا احسن اخدتها، هي انا اتحطيت فيها. يمكن زمايلي قالوا عشان انا شرحت كويس الحته دي مثلا فخلاص خديها انتي. هي التقسيمه جت كده. التاسك دي التنفيذ بتاعها
وطريقه مذاكرتكم من الاول ليها، وتسجيل الريكورد دوت انه يكون تقريبا هو اول ريكورد لينا على قناه رالي على اليوتيوب، نقدر نقول انه كان مفتاح كبير قوي لناس كتير منكم. مظبوط. لان في ناس شافوا الريكورد حتى لو كان في اخطاء تقنيه، وده طبيعي جدا، الشباب لسه متعلمين الكلام ده الاسبوع اللي فات، فانتم عملتم كانكم مشروع ناس شغاله في المجال بقالها سنتين ثلاثه. انتوا بتعملوا حاجه عظيمه جدا، بتعملوا مايجريشن لداتا سنتر من اون بريم لكلاود. الكلام ده مش بيعمله هواه ولا بيعملوا افراد حتى لو محترفين، بيعملوا شركات. مظبوط. فكونكم تتكلموا في الموضوع وتصوركم ليه حتى لو كان مبني فقط على ستادي على تشات جي بي تي او جوجل، وانتوا فاهمين المفاهيم اللي هي الاو سي اي، اللي يعني ايه انستنس، يعني ايه كومبيوت انستنس، يعني ايه فاير وول مثلا فوق وتحت. مظبوط. كونكم فاهمين الكلام ده كان مبهر جدا لكل الناس اللي سمعوا الريكورد ده. مظبوط. فهو التحدي جاب نتيجته، الشالنج. وانا مبسوط ان هو كان اول ريكورد على فكره على اليوتيوب تشانل. يعني هو ما كانش ريل ولا كان فيديو قصير، هو كان مشروع الشباب معبرين عن الراي. وتوالت بقى سلسله الفيديوهات بعد كده. بدأنا بقى بعدها. ايوه. ان كل واحد طلب مننا، او المنتور طلب مننا كل واحد يبدأ ياخد حتة معينة من الكورسات اللي احنا خدناها كلها من اول الدبلومة لحد ما احنا واقفين، ويبدأ يسجل فيديو او سلسلة او بلاي ليست خاصة بيه وينزلها على رالي تشانل. فطبعا الموضوع في البداية كان اللي هو يعني احنا هنقعد نعيد اللي احنا عملناه من تاني احنا ذاكرناه بقى لنا 3 شهور ونرجع ونظري تاني. واسئله. وكمان فكرة ان انا هقعد اريكورد، يعني هعمل برزنتيشن وهريكورد مع نفسي وكده. فكان هو ده كان تشالنج، وكان بالنسبه لي تشالنج كبير، بالذات جزء الاوراكل كلاود. حتى لو كنت ذاكرت وقت البرزنتيشن الاولانيه مذاكره معينه، فانا ذاكرته مذاكره معينه علشان اقدر اعمل المطلوب مني في الحته دي في جزء البرزنتيشن الاولانيه. لكن انا لو هسجل يعني بلاي ليست عنه وانا كاني بشرحه لحد تاني بالظبط. فالموضوع مختلف، فانا لازم اكون فاهمه كل فسفوسه فيه، ما ينفعش فيه حته اتكلم عنها وانا مش عارفاها. فانا حطيت فيه ايفورت كبيره قوي صراحه. البرزنتيشن نفسها وحرفيا كنت بقعد وقت طويل جدا اذاكر، وقت طويل قوي. توفر لك اكونت على او سي اي. انت شفتي اللي زمايلك ما شافوهوش. أيوة. خلي بالك مهمه دي. ايوه. يعني زمايلك في الاول شافوا الموضوع نظري سكرين شوتس. ما هو ده اصلا السبب ان الحته دي يعني مشت معايا كويس، وحتى وانا بشرح كنت فاهمه اللي انا بشرحه عشان انا جربته عملي. بالظبط كده. لو ما كنتش جربته عملي يعني كان هيبقى الوضع مختلف. صح. لان حتى في المره الاولانيه في البرزنتيشن الاولانيه وانا بجرب بشكل عملي على اوراكل كلاود، انا كنت بذاكر يعني كنت بدخل ابص على الاوراكل كلاود وابص على الفيديوز الموجوده على اليوتيوب، نفس الحاجه بالظبط اللي موجوده هنا، نفس الحاجه بالظبط اللي موجوده، فانا لازم افهم ده وافهم ده. صح. فطبعا حتى زمايلي اللي مش معاهم الاوراكل كلاود مش هيعرفوا يسرشوا على الحاجه دي، هم مش شايفينها هنا، يعني مش شايفينها في الحقيقه هي ايه. انا بس اللي شايفاها. صح. فده اللي خلاني شويه متميزه في الجزء بتاعي. احنا كان الهدف ساعتها ان انا اخد اشطر حد في الحته الفلانيه اللي هي الاو سي اي ساعتها كانت بتاعتك، نعمل معاه الايفورت لانه هيجيب معانا نتيجه بسرعه. 10 ايام ونستخدمه هو في تعليم الباقيين. احنا عاوزين كله يبقى شطار زي ما اتفقنا. مظبوط. بس ما كانش ينفع نعمل ده مع 10 12 في نفس الوقت. مظبوط. هناخد وقت اكبر بكتير ومش هنوصل لنفس النتيجه. ايوه. فكان التركيز معاكي انت تحديدا علشان ان انت فعلا كنت انت اخدت الاوراكل. انا مش فاكره صراحه حتى احنا كنا قسمناها ازاي في البدايه، وجه حظي ان انا اخد الاكونت. يعني احنا ساعتها كنا حتى بندور على اكونت فري اكونت عشان نعرف ندخل بيه، وقعدنا شويه بنشوف حاجه، وبعد كده هي جت يعني بالحظ ان هي انا اللي اتوفر لك انت الاكونت دوت. تمام جدا. ودخلت فده اللي فرق. انت عارفه ان البلاي ليست بتاعتك اللي هي موجوده على اليوتيوب برضو على الشانل بتاعت رالي تقريبا يعني يمكن ثالث او رابع بلاي ليست بتعلم الاو سي اي باللغه العربيه. مظبوط. يعني ده كان برضو اسهام او كونتريبيوشن منك مهم جدا. انا بحس ان انا اصلا فخوره بالبلاي ليست، وحاسه ان انا لو كنت وقتها ما سمعتش كلام المنتور، يعني لما قال لي انا كان ممكن اطنش، كان ممكن يقول لي ادخلي اعملي برزنتيشن للي انت ذاكرتيه في الاوراكل كلاود انفراستراكشر، يعني انا هاخد الكورس وانتهى على كده. ده من البدايه خالص، وابدا اذاكره انا كمان بطريقتي، واعمل له برزنتيشن بطريقتي، واشرحه بطريقتي. صح. فطبعا ده موضوع مش سهل. فلولا برضو اصرار المنتور ان انا اعمل الحاجه دي، وان انا كنت عاوزه برضو اطلع يعني
انا عاوزه اقول له انا قد الحته دي، انا هعملها. بصي مش ان انا لا مش هعملها، انا مش عارفه او مش هعرف او مش احنا فاضيه. احنا استشفينا خلاص من البدايه ان انت حد شاطر ايوه وعايزه تبقي اشطر. يعني الشطاره مش بتقف خلاص انا عارفه كذا وانا شاطر وهنام بقى على كده، انا حققت بطوله هقعد بقى محتفظ انا بطل الدوري سنه كذا. لا، مظبوط لازم تحقق تاني. مظبوط كده، مظبوط. لانك مؤمنه بده وانا مؤمن ان انت حد اشطر من اللي انت عارفاه عن نفسك. فكان لازم ندفع في اتجاه إن لا، في اشطر ونفتح لك السكك. او انت كل اللي عرفتيه في خلال الدبلومه او انت جايه له ده بس ادمنستريشن. لكن اذا لمع في الافق حاجه خاصه باوراكل كلاود، ليه ما نفتحش المجموعه؟ طبعا ساعتها بنفتح المجموعه كلها. مظبوط واللي اصابت معاه كان انت واحده من الناس اللي اصابت معاهم بعد كده، انك فعلا تخصصتي في اوراكل كلاود وفي حته ادفانسد منها. يعني مش الفاونديشن، لا، حته ادفانسد منها. ده معناه ان الواحد يبذل اقصى ما عنده، يسلك كل السبل المتاحه، يطرق بالقاف كل الابواب الموجوده مظبوط. لحد ما يفتح. ما يقولش لا انا هعمل ده المعروف، الرود ماب دي بتقول 1 2 3 بس، لا، لسه في خطوات تانية، في 4 5 6، وفي تكرار، في بعض الحاجات لازم تعرف منها اكتر من اختيار. ساعتها الناس اللي امنت بده وكان منهم انت، فرق كتير جدا في اللحظه دي. وتقدري تقولي حتى ان لما جينا في مرحله الانترفيوهات وترشيح الناس للانترفيوهات عشان نظهر عينه من خريجين رالي، كنا لازم نختار احسن حد في اللحظه دي. خلاص، في مهارات كتيره جدا اللي هي البرزنتيشن سكيلز، تكنيكال سكيلز، تايم مانجمنت، تيم ووركينج، هارد ووركينج، جميل جدا. لكن في الانترفيو ده تحدي جديد هيتعمل لاول مره، صح كده؟ كان في عقبات احنا ممكن نتكلم فيها. يعني كان اختيارنا على اول حد يعمل ده كان انت، صح؟ فاكره اليوم ده ولا لا؟ كلمينا بقى عن اليوم ده. كنت نايمه، كنت مذاكره الوقت متاخر بالليل ونمت، وحتى التليفون رن مره اولانيه وانا ما سمعتوش، ورن المره الثانيه. عارفه اللي هو بعد ما صحيت ده عشان اقول لك عندك انترفيو بعد ساعه. انترفيو بعد ساعه. فاللي هو قلت انا ليه رديت على التليفون وكنت نمت. سوري يعني. لا، ما انا فاهم. عايز تهربي كمان ساعه، طب انا هلحق اذاكر ايه؟ طب اللي انا ذاكرته كفايه؟ طب انا هسأل في ايه؟ طب لما introduce yourself هتبقى ازاي؟ في حاجات كتير. يعني انت لما تبقى عارف انك عندك انترفيو بكره، فانت بتقعد تذاكر شويه حاجات وتحفظ شويه كلمات وتظبط نفسك بتعمل بروفا فما كانش في اصلا فرصه. فانا قلت خلاص، هي ما فيش، هي عاوزه كده، هي كده. صح كده. ففعلا طلعت لبست وقلت خلاص، وحتى ما مسكتش بصيت على اي حاجه ولا عملت ريفيو لحاجه، لانه خلاص هو ده تشتت في الفاضي. صح، اللي انا عرفته وهي الفرصه بقى تحدي. ايوه، عارفه، لو كنت اللي انت قلت عليه ده بالظبط، لو كنت حددت معاكم الميعاد، هي مش منطقي ان يبقى عندك انترفيو شغل وما تبقاش عارفه الميعاد. هو اونلاين اي نعم، بس لازم تبقى عارفه الميعاد قبلها بيومين 3 يوم مظبوط. لكن بعد ساعه دي غريبه. بس انا كان وجهه نظري بعد الديسكشن اللي حصلت قبلها باسبوع معاكم، ان انا لو قلت لكم في انترفيو يوم كذا هيحصل بانيك، هيحصل رعب عندكم. الناس خايفين ليه؟ يعني خايفين يصغروا رالي، خايفين يصغروني، خايفين ان هم اصلا يبقوا حلوين، مع ان انا كنت واثق فيهم. فكان الحل ان انا ما قلتش لحد اصلا ان في انترفيو ميعاده امتى بالظبط. ما قلتش اصلا خالص. قلت لهم في قريب، يعني استعدوا ليها. ايوه. واقعدوا بقى اكسروا الحاجز واكسروا التلج اللي عندكم بطرق. قعدت ادربهم شويه حاجات كده، ويتكلموا مع بعض ويفتحوا الكاميرا قدام بعض. ايوه فاكره. شويه حاجات كده ايه بسيطه، وانا الوحيد اللي عارف ميعاد الضربه. انا الوحيد اللي عارف ميعاد الضربه. لحد ما جه ميعاد الضربه وصلت الساعه 1 الظهر. اخترتك انت، ما كانش فارق الاسماء قوي، بس انا كنت انت اول حد، واحد بس اليوم ده، واحد بس. وبقيه الناس بقى كل يوم 4 لحد ما يخلصوا بعد كده. مظبوط. فكان لازم اختار حد انا واثق في البرزنتيشن سكيلز وطمنتك ساعتها. يعني الموضوع ما كانش صعب، يعني اللي هو يعني انت مش داخله النار يعني. لا ما كنتش يعني ممكن حاسه لو قبل ما اكون في رالي كنت داخله انترفيو، ما كانش هيبقى نفس الاحساس اللي انا كنت داخله وانا داخله الانترفيو دي بعد رالي. يعني بتحس ان انت اوريدي عندك يعني بيزكس قويه، بيزكس قويه وشويه سوفت سكيلز حلوين انت اكتسبتهم. حتى لو هي مش اجمد حاجه عندك، بس الناس اللي حواليك بتقول لك انت جامد، انت جامد، مفيش منك بالظبط. فالحته دي بتدي الواحد ثقه. حتى لو انا نص انا هبقى شايف نفسي كويس. صح.
فكانت الثقة مختلفة يعني، وحتى التوتر وقتها كان توتر عادي، اللي هو انا عاوزة ادخل اثبت لباشمهندس احمد ان انا قد المسؤولية دي، انا قد الحتة دي، انت حطيت فيها ثقة وانا قدها. فما كانش الهدف قوي ان هو عاوز اطلع شكلي احسن حاجه ومش عارف ايه، وانا عارفه ان انا هتكلم وعارفه ان انا هقول كويس ومش حاسه ان انا هغلط في حاجه. هي كانت واللي انا الرساله واضحه. اتعلمته واللي انا اتعلمته صح، يعني اللي انا انا اتعلمته بالظبط، خلاص انا اتعلمته. عشان كده طلبت منكم ما حدش يذاكر جديد، فب... انت ذاكر اللي انت عارفه واللي احنا بقالنا 3 شهور ونص بنتكلم مظبوط فيه او 4 شهور بنتكلم فيه. مظبوط. كان اختياري كنت واضح جدا وانا بقول لك رساله في التليفون، قلت لك بص يا ماهي، تصرفي زي طبيعتك بالظبط. انا اخترتك انت تبقي اول حد علشان انا واثق ان انت اكتر حد هيبقى توتره اللي هيعرف يمانج ده اختبار جديد عليكي، بس ما كانش ينفع نجربه اصلا قبل كده، فكانت مظبوط. هو احنا فيه دلوقتي. ايوه فتقدري، على فكره كنت عامل حساب انك مش تقدري، كنت مبيت النية على حد تاني بقى، ايوه يعني ده الواقع يعني. بس انت لما قلتي لا انا اقدر، تمام، قلت لي تمام، قلت لك توكلي على الله. تمام. لما انت بقى عديت العقبه دي مم. ساعدتيني ان انا اخلي بقيه زمايلك يبقوا الموضوع سهل عليهم، مظبوط لانك بمجرد ما خلصتي وما قلتش للكل، مظبوط خلي بالك انا قلت ل4 5 بس، يا جماعه انت عندكم انترفيو، اخترت اكتر 4 هيقدروا في يوم يلحقوا نفسيهم، مظبوط. وهكذا. ما كانش حد عارف ان عنده انترفيو في ميعاده امتى، ايوه ولا انت حتى، ده انت اخر واحد عرف صح. يعطى اخر في الميعاد يعني. كان موقف صعب، بس كان الانترفيو كان من ضمن الحاجات اللي ادتكم الثقه. حتى ساعتها كان كلامي ليكم ايه بعدها، ان حتى لو مفيش فرصه حقيقيه جت من الانترفيو ده، انتم خضتم اول انترفيو حقيقي في حياتكم. مدير حقيقي لفريق عمل في شركه كبيره بيتكلم معاكم وبيسالكم هنجيب منين السيناريو ده تمثيلي، يعني هنجيبه منين، هتمثلوا مع بعض، عمره ما يكون زي الحقيقي. مدير بجد، انتم اول مره تخشوا على تدريب انترفيو، لا، فكان ده الحقيقه المطلوبه، ان الناس تثبت جودتها بالمستوى ده، وده فعلا اللي تم والحمد لله. فانت حد شاطر، انت حد متميز جدا، وعاوز منك قبل ما نختم تقول لنا روشتة للناس اللي ممكن يشوفوا فيكي نفس قصته. خلينا نلخص قصتك كده اللي انا شايفها انها مميزه جدا. انت اصلا حد مش متخصص في الحاسب الآلي، وقعد بعد الكليه يجرب هنا شويه وهنا شويه، وقعد 5 سنين او 6 سنين تقريبا قبل ما يترك او قبل ما يخبط على باب IT، ودخل وعمل نجاح فيه. عاوزك تدي روشتة لاي حد يشبه قصتك، انت تشجعيه يعمل ايه عشان يبقى حد شاطر زيك في يوم من الايام. هي اول حاجه لو هدي روشتة فهي انك تبدا البدايه، ان انت النهارده مستني ايه عشان تبدا اي حاجه تذاكرها وتكمل فيها للاخر. يعني ما ينفعش انا ابدا النهارده مثلا وبعدين كمان شويه اشوف حاجه تانية اصلا انا حاسه ان ده مش مناسب ليا او حاسه ان انا مش لاقيه فيه فرصه. يعني انا مثلا بدات في الاول اذاكر حاجه ووقفت علشان انا ما لقيتش فيها فرصه، ورجعت ذاكرت حاجه تانية ووقفت عشان ما لقيتش فيها فرصه، ورجعت ذاكرت حاجه تالتة. بس انا لما دخلتها قلت خلاص انا هنا، انا قتيله هنا. فتره تشتيت في الاول. دايما خليك مركز، ابعد عن اي حاجه بتشتتك، حط نفسك جوه كوميونتي يشجعك ان انت تنجز الحاجه اللي انت عاوزها. انا عاوز اشتغل كذا، يبقى انا احط نفسي جوه كوميونتي بيعمل الحاجه دي عشان انا اقدر اكمل في الحاجه دي. خلي دايما الدنيا واضحه قدامك، ما تقعدش تبص هنا وهناك وتبص على غيرك، لان كل واحد تراكه غير تراك التاني، وكل واحد المهارات اللي عنده ودماغه غير دماغ التاني، احنا مش زي بعض خالص. فانت ما تبصش لحد وصل ده اكبر مني، ده اصغر مني وعمل مش عارف ايه ده، بس انا لسه هبدأ دلوقتي. ابدأ وخلاص، ابدأ وانت متأكد انه طول ما انت بتعمل اللي عليك وبتجيب اخرك في الحاجة دي فانت لازم هتوصل لحاجة في الاخر، لازم. مفيش حاجة تانية ممكن اقولها غير كده. يعني خليك حريص على ان انت تملى ده حاجات مفيدة، وما يبقاش بس جوه فراغ، لان انا جربت احساس انك تبقى قاعد ما بتعملش حاجه، واحساس ان انت قاعد بتعمل وبتشتغل وفي حواليك دوشه. الدوشه حلوه، الدوشه مهمه، الدوشه بتاعت الشغل، الدوشه هي اللي بتعرف نفسك انك موجود اصلا. مظبوط، صح. لكن الفراغ ده او انك تخلص انت التراك مش هنا. وتقعد مستني، لا ما توقفش ابدا، مظبوط. كمل زي ما انت، وما تخليش الفواصل حتى اللي في حياتك، لو مهما كانت 5 سنين، ده رقم كبير جدا على فكره، 5 سنين ما بين الكليه وبين التفكير في انك تتجه في مجال IT، ده فتره كبيره جدا، ما توقفكش حاجه زي كده، ابدا. وايفن الاحباطات اللي بتبقى جوه عندك وانت شغال، يعني انت حتى لو مش
كم مره مثلا ممكن تقول لنفسك طب وانا بعمل ده ليه؟ طب ما خلاص، طب ما اوقف، ما فيش حاجه بتحصل. صح. طب ما انا بعمل نفس الحاجه بقالي سنه ومفيش فايده. مفيش نتيجه. هيبقى في نتيجه، انت صح. بس كمل. بس هي محتاجه وقت، وفي الاخر هي المتعه في الرحله كلها، مش الوصول. مش الوصول. ودي حقيقه على لان انا فكره. قاعده النهارده بتكلم على اللي انا عملته عشان ابقى هنا النهارده. مش صح. قاعده ما دخلتش قلت انا بقيت كذا ومشيت السلام عليكم. لا، انا ببقى مستمتع وانا بقول انا وصلت لكذا، ولا انا بحكي انا عملت ايه عشان اوصل للحاجه دي النهارده. بالظبط، وده انا هدفنا. فخور بايه؟ انا فخور باللي انا مريت بيه. هدفنا التفاصيل اللي تخص الرحله، عشان هي دي اللي الناس شايفه نفسها فيها. مظبوط. الناس ممكن بعضهم يبص على المنتج النهائي وماهي بس. كلاود بلاتفورم انجينير بس. ايوه. لا، في رحله قبلها وفي معاناه وفي محطات توقف ومحطات عدم نجاح ومحطات اخفاقات بسيطه. الموضوع ما جاش ابدا في يوم وليله ان انت تبقي حد شاطر ويقعد ونقعد نتكلم مع بعضينا في التكنولوجي كاننا احنا الاثنين خبره بقى لنا 10 سنين. مظبوط. مظبوط كده. الجيرني دي هي اللي بتبني شخصيه الواحد. صح. هي اللي بتخليه هو بيتكلم عن الحاجه اللي هو مر بيها، بيتكلم وهو مبسوط. انا مبسوط عشان انا مريت بده وانا في الاخر حققت حاجه. تمام يا ماهي، شكرا يا ماهي، وانتي حد شاطر وانا مبسوط جدا ان احنا كنا مع بعض النهارده. واتمنى ان انا بعد سنه او سنتين اشوف ليكي ليفل تاني من الشطاره وهو التاثير في الاخرين. اتمنى ان انا اشوفك على اللينكد ان ناس بتمنشن ماهي جلال انهم بيشكروكي لانك كنتي سبب في يوم من الايام عن ان هم ينجحوا او على الاقل يخوضوا رحله النجاح بعد كده في مجال تكنولوجيا المعلومات او اي مجال تاني. وده ده التحدي اللي انا بطلبه منك، انك تقولي ان انا بعد خلال سنه او اقل او اكتر هتكون شريكه في نجاح عدد 100 200 300. تعملي لنفسك تشالنج من النوع ده، مش لازم يكون مباشره باسم ماهي. انت لو دربت 2 3 او 4 في تخصصك وكانوا هم الشجره اللي بتدرب 4 5 كل واحد منهم، انت هتقدري تعملي العدد دوت في وقت قليل جدا. فانا اتمنى ان انت تعملي التحدي دوت، وبعد سنه لينا ميعاد تاني نتقابل فيه ونشوف مدى ثمره التحدي ده. تمام كده، متفقين؟ ان شاء الله. قد التحدي. اكيد. شكرا يا ماهي، وانت شكراً حد يا باسم. شاطر وانا مبسوط جدا جدا من شكراً. لقائنا النهارده. تسلم يا شكرا هندسة. شكرا.